في يوم من الايام بيكون في مجموعه من الابطال في ديماس وبيقاتلوا وحش خطير جدا من فصيله التنانين واسمه بورمير نابول، والديماس ده بيسموه العوالم المظلمه، وهي اسوأ كارثه حلت على البشر. والعوالم دي جت عالم البشر بضباب اسود، ومحدش عارف اللي بيحصل جوه الضباب ده، بس اللي معروف هو ان مفيش مخلوق بينجو في الارض اللي بيوصل لها الضباب ده، وفي طريقه واحده بس لانقاذ العالم من الضباب ده، وهي السيطره على العوالم المظلمه قبل وصول الضباب. وبيطلق التنين كره ضخمه من النيران في اتجاه الابطال، لكن ديزر بيقدر يفك شفره السحر بتاع التنين ويبطل الكره الناريه، فبيتعصب التنين وبيحاول تاني يصنع كره اكبر منها، وبيستمر ديزر في تعطيل السحر بتاعه، فبيستغرب التنين من اللي بيحصل، فديزر بيدي اشاره لباقي الابطال انه خلاص حل النمط السحر بتاعه ويقدروا يهجموا، فبينطلق الابطال كلهم في وقت واحد، فبيضطر التنين يستعمل الهجمات الجسديه، فبيتقدم رافاييلو علشان يصد ضربه التنين، وبينتهز دونوفان الفرصه وبيهجم على التنين بسحر النار، فبتنط ايزيس على صخره علشان تديله الضربه القاضيه، وبيساعدها زود بالسحر بتاعه وبتنزل عليه وبتنهي القتال، فبيفرحوا كلهم ان اخيرا هيرتاحوا يخرجوا من الجحيم اللي كانوا فيه ده، وعلى وقت الغروب بيهنوا بعض، لكن دونوفان بيكون قلقان علشان المفروض توصلهم رساله تم انهاء المهمه لكنها اتاخرت، فبيشكوا انهم قضوا على الهدف الغلط، وزود بيقول له لا، المفروض بالقضاء على بورمير تكون المهمه انتهت، فرافاييلو بيبدا يشك هو كمان علشان المفروض دلوقتي يكونوا رجعوا لعالمهم خلاص، فديزر بيقول لهم تعالوا نصبر ونديها شويه وقت، وبيكون زود حزين جدا عشان من بين ال 150 مليون شخص اللي دخلوا الدماس ده ما تبقاش غير هم السته بس، فبيزعل ديزر جدا لما بيفتكر رومانتيكا صديقته وبرام، فبيحاولوا كلهم يفكروا بايجابيه ويبصوا للي جاي، وبعدها بيمدحوا ديزر اللي لولاه ما كانتش المهمه هتنتهي، فزود بيقول لديزر انا لازم اعترف اني ما كنتش متوقع انك هتصمد في المعركه دي، وحتى مع الاداه الحاميه ما كنتش اتصور انك هتقدر تحلل وتختم تعويذه التنين بدايرتك السحريه، حتى انا ما عنديش القوه دي، وبيسال ديزر باستغراب رغم امتلاكك القوه دي كلها ليه كنت مهمش بالشكل ده، وكلهم برضه بيتشوقوا يسمعوا الاجابه، فبيرد عليه عشان انا من عامه الناس، فزود بيقول له للاسف لو كنت في برج سحر كنت هديلك كل الدعم اللي انت محتاجه، وبيبداوا يتكلموا بعدها عن الحاجات اللي هيعملوها لما يرجعوا لعالمهم تاني، والجنازات اللي هيعملوها لاصدقائهم اللي ماتوا في المعركه، وفجاه بيفتح التنين عينه تاني، فبيتصدموا كلهم، وبيدرك زود ان قلبه لسه شغال، فبيسالوه قصدك ايه، فبيشرح لهم انه قرأ في احد الكتب القديمه ان قلوب التنانين مش بتضخ الدم بس، دي ممكن تخزن وتوزع كميات كبيره من المانا، ولما التنين بيموت الدم بيقف، فالمانا المتخزنه مش بتلاقي مكان تجري فيه، وده معناه انها تنفجر، فرافاييلو بيساله بتوتر انت ليه ما ادركتش ده من بدري، فبيرد عليه دي اول مره في التاريخ البشر يهزموا تنين، وبيفعل رافاييلو الدرع بتاعه علشان يحميهم، وبيحاول ديزر يفك شفره السحر تاني لكن دايرته السحريه بتتكسر فبيتصدم، فسود بيقول لهم مفيش فايده دي كره من السحر النقي، التعويذ بتاعتنا مش هتعمل حاجه ولازم كلنا نستعد للنهايه، فبيفتكر ديزر كل الناس اللي ماتت واصدقائه اللي لسه عايشين وبيتعصب جدا، وفجاه بيلاقي ديزر نفسه في مكان تاني وكل الندوب اللي في وشه اختفت، وبيكون مصدوم ومش فاهم حاجه، وبعدين بيسمع صوت تسقيف عالي، وعلى الناحيه التانيه بتطلع البروفيسور بريجيت على المسرح وبتقول للطلاب مرحبا بكم في اكاديميه هيبريون، فبيدخل ديزر وبيتصدم لما بيشوف بريجيت، وبتبدا بريجيت تقول لهم للاسف مش كل اللي موجودين هنا هيقدروا يسجلوا في الاكاديميه، هتدخلوا اختبار الاول وافضل 600 بس هم اللي هيتقبلوا، والاختبار هو تطهير عالم ظلام، فبيتفاجئ ديزر اكتر وبيحس انه مش فاهم ايه اللي بيحصل، وباقي الطلاب بيخافوا من فكره تطهير عالم ظلام، فبريجيت بتكمل ما تقلقوش عالم الظلام ده عالم صناعي احنا اللي عاملينه بهدف الاختبار، وهتعرفوا اكتر من زملائكم الاكبر منكم اللي هيدعموكم اثناء الاختبار، خلونا دلوقتي نبدا اختبار الدخول لسنه 3613، فبيحس ديزر باحباط وبيمشي ومش بيصدق ان دي مراسم الدخول لاكاديميه هيبريون، وبيفكر ان معركته ضد بورمير نابول كانت سنه 3616 وانه كان في الدماس بقاله 10 سنين بيقاتل وكل حاجه اتدمرت، والجحيم اللي عاشه وكل اللي حصل كانه ما حصلش، وبيتردد في باله سؤال هو كان ايه الهدف من كل ده اصلا، وبيطلع يقعد في الحديقه وبيفكر ان كل ده مش حلم وانه فاكر كل المشاهد دي بوضوح، وبتظهر قدامه لادوريا دوريتش طالبه السنه الثانيه اللي هتكون مدربته، وبيفتكر انها ساحره عبقريه بتستعمل سحر النار واحتلت المركز الاول في ترتيب الاكاديميه، وبيتعامل ديزر على اساس انه مش عارف حاجه ومتوتر عشان ده اول يوم له في الاكاديميه، ولما بتفتح لادوريا الهويه بتاعته بتتفاجئ انه من العامه، فبتتضايق لادوريا لان ده معناه انه حتى لو نجح هيدخل الفصل التجريبي، فبيفتكر ديزر ان المدرسه دي بتمارس العنصريه على الطلاب اللي من العامه وبتحط النبلاء في الفصل الفا وعامه الناس في الفصل التجريبي، وحتى لو كان الشخص عنده موهبه مش بيلاقي تعليم مناسب في الفصل التجريبي، وده قضى على مواهب كتير، وبيدخلوا هما الاثنين صاله استقبال الطلاب الجدد، وبتستغرب لادوريا ان ديزر ما اتفاجئش زي باقي الطلاب كانه مش اول مره يجي هنا، فبيقول لها بتوتر انا شفت مباني كتيره زي دي قبل كده، فبتقول له انت كذاب لان مفيش اصلا مباني بالحجم ده في اي مكان تاني، وفي طريقهم للاختبار بيظهر شخص اسمه الهايم وبينادي على لادوريا، فبتتضايق جدا لما بتشوفه، وديزر بيسالها انت عارفاه، فبتقول له ده شخص مزعج، فديزر بيفتكر انه ساحر بيستعمل سحر الميه ومش بيتفاهم مع لادوريا، وبيبدا جدال بين لادوريا والهايم وبيضايقوا بعض، وبعدها الهايم بيسال ديزر انت المتدرب بتاعها اسمك ايه، ولما ديزر بيقول له على اسمه الهايم بيبحث عنه في قاعده البيانات وبيعرف انه من العامه، فبيسخر من لادوريا
وبيقول لها هو ده مقامك فعلا، ده كده مش هيكون بينا منافسه ابدا، ترقبي الاختبار. وقبل ما يمشي بيقول لديزر هديك نصيحه، حتى لو كنت محظوظ واجتزت الاختبار هتدخل الفصل التجريبي، فالافضل ليك انك ما تدخلش الاختبار اصلا. وبيسمعوا صوت اعلان بدايه الاختبار، فبيبص ديزر للادوريا بيلاقيها متعصبه جدا وبتقول له انت لازم تجتاز الاختبار ده، مفهوم؟ وبيكملوا طريقهم وهو بيفكر في ان كل الاماكن والاشخاص حواليه بيدلوا ان ده الماضي، فكده ممكن يلاقي رومانتيكا لسه عايشه. وبيدخل صاله الاختبار وبيبص حواليه وبيبحث عنها، وفجاه بيسمع صوتها بتناديله وبتقول له انت ليه عمال تبص حواليك بالشكل ده؟ فبيقول اسمها وهو مصدوم ومش مصدق انه شافها تاني، وبيفتكر وهي بتموت قدام عينيه، فبيتشحن عزيمه وبيقرر انه مش هيخلي المأساة دي تتكرر تاني. فبتستغرب رومانتيكا وبتساله انت عارف اسمي ازاي؟ وبكل ذكاء بيلحق نفسه وبيقول لها انا شفت هويتك على لائحه الطلاب الجدد. فبتلاحظ ان هما الاثنين مع بعض في نفس المجموعه وبتتمنى له التوفيق وبتمشي، بس ديزر بيزعل جدا لانها مش عارفاه، وبيقول في نفسه طبعا عارفك، انت ما عندكيش اي فكره انا قد ايه زعلت اني خسرتك. فبيقرر انه مش هيسيب ده يحصل تاني. وبعدها لادوريا بتعرف ديزر انه في المجموعه دال، وان الاختبار هيكون سباق في المستوى المبتدئ لعالم الظلام، وبتطمنه ان في نظام امن جوه، فحتى لو حصل له ضرر خطير هيتم اخلاؤه فورا. وبيتدخل الهايم وبيقول لديزر السحر والهجمات الجسديه على المشاركين مسموح، وبيقول للادوريا مستحيل عليكم كلكم تجتازوا الاختبار، وبيعرفهم على المتدربه بتاعته واللي بتكون صدمه لديزر لما بيشوف ايزيست واقفه قدامه. فبيقول في نفسه انا عارفها اكيد، دي فارسه سحر الجليد وساحره الدايره العليا اللي بتقدر تستخدم سحر الرؤيه اللي مستحيل حد يصده، وغير كده هي سيافه افضل من اغلبيه الفرسان. وبيفتكر انها لسه في الفتره اللي ما كانتش بتتكلم فيها كتير. والهايم بيضايق لادوريا علشان المتدرب بتاعها من العامه، وبيكون ديزر مركز مع ايزيست اللي كان مفتقدها جدا ومبسوط انه شافها كويس. فلادوريا بتقول لديزر بعصبيه احتمال الفوز ضد فارس سحر قليل، بس ما تستسلمش، مفهوم؟ وبعدها بيقف المتسابقين كلهم قدام بوابه العالم المظلم، وبنلاقي 6 اشخاص مع ديزر في نفس المجموعه ومنهم رومانتيكا وايزيست، وبيدخلوا كلهم يقفوا على خط البدايه. وقوانين المسابقه هي ان اول 3 يوصلوا لخط النهايه هم اللي هيقدروا يسجلوا، ومسموح لهم يستخدموا اي نوع من السحر عشان يوصلوا لخط النهايه. وبيفكر ديزر ان ايزيست نجت من الانفجار بتاع برومير، وممكن تكون هي كمان رجعت للماضي بذكرياتها زيه. وفجاه ايزيست بتناديه باسمه، فبيسالها عرفتي اسمي ازاي؟ لكن الرد مخيب للامال، وقالت له انا فحصت قائمه المشاركين في الاختبار وانت في الدائره الادنى بقدرات بدنيه تحت المتوسط، فحتى لو استمريت في التدريب انت مالكش مستقبل. فبيتاكد ديزر انها ما رجعتش بذكريات الماضي ولسه ما تعرفش حاجه عنه. وبتكمل ايزيست وبتقول انا لاحظت انك بتراقبني بس ما تقلقش انا مش بهاجم الضعفاء. وبيبدا السباق وبتنطلق ايزيست بسرعه هائله وبيجري وراها ال3 مسابقين التانيين علشان يلحقوها، وبيكون ديزر ورومانتيكا لسه في مكانهم وبيبداوا الجري متاخر. فرومانتيكا بتشوف حيوان ظريف على الارض، فديزر بيقول لها انت لسه بتحب الحاجات دي؟ فبتستغرب قصده ايه بلسه، وبتساله انت تعرف ايه عني اصلا؟ وبتقول له ركز في السباق. فبتتضايق انه بيبتسم لها من غير سبب وبتتعصب جدا، فبيقول لها انا كنت مفتقد تصرفاتك دي. فبتستغرب اكتر مفتقد ازاي وهي اول مره تشوفه. وفجاه ديزر بيشوف طلقه سحر ناريه جايه عليهم، فبيبعد رومانتيكا بسرعه وبيلاقي ان احد المتسابقين اسمه سيرغي هو اللي اطلقها، وتعصب اكتر علشان ديزر انقذ رومانتيكا، فبيطلق النار على ديزر المره دي، فبتطلق رومانتيكا سحر الرياح عليه وبتطيره، فبيتم اقصائه. وبعدين رومانتيكا بتقول لديزر احنا كده متعادلين، فبيرد بابتسامه معاكي حق. فبتتعصب اكتر وبتستعمل سحر الرياح بتاعها علشان تاخر المتسابقين التانيين اللي بقوا بعاد جدا عنهم. وعلى الناحيه الثانيه الحكام بيقولوا ان المجموعه الف وجيم خلصوا السباق، وان المجموعه د الوفاء لسه، وبيركزوا كلهم على ايزيست علشان فريسه السحر وقدراتها رائعه جدا. واحدى الحكام بتقول لهم بالمناسبه في شخص من العامه في المجموعه د، فبيضحكوا كلهم لانه في نفس المجموعه مع فارسه سحر وبيشفقوا عليه، وبتكون من ضمنهم البروفيسور بريجيت ومركزه مع ديزر جدا. وفي نفس الوقت بتوصل الرياح بتاعه رومانتيكا للمتسابقين التانيين ومش بيقدروا يقاوموها، على عكس ايزيست اللي بتقطع الرياح بالسيف بتاعها وبتكمل جري وبتتخلع شجره من جذورها وبتخرج الاثنين التانيين، فمش بيتبقى غير ايزيست ورومانتيكا وديزر في السباق. فرومانتيكا بتقول لديزر كده احنا الاثنين هننجح، وبعدين بتبتسم بخبث وبتقول له او ده اللي انت كنت بتتمنى اقوله، وبتنصح ديزر انه يستسلم او تقضي عليه، لكنه بيرفض وبتتفاجئ ان هو مش خايف منها حتى بعد اللي هي عملته قدامه. فبتصنع دوائر سحريه كتير وبتطلق عليه الرياح وبتفكر انه خلاص انتهى، وبتتمشى في اتجاه خط النهايه، وبتتصدم لما بتسمع صوته بيسالها انت تقدري تستعملي كل الدوائر السحريه دي في وقت واحد؟ وبيقول لها بس انت بتدي الاولويه للسرعه فتحكمك ضعيف، بتعديل بسيط في المسار ما تصبتش بالسحر بتاعك. فبتتعصب اكتر من كلامه انها اخطات الهدف وبتطلق عليه سلاسل مصنوعه من الرياح، فبيقول لها نفس الشيء لو عدلت مسار الرياح شويه هتخطئي الهدف. فبتتصدم انه بيستعمل تعويذه عكس لان المفروض يكون الشخص من دايره عاليه جدا علشان يستعمل التعويذه دي، فبتقول له ده مستحيل انت في دايره ادنى، وبتجرب تاني فبيكسر السحر بتاعها قبل ما يوصل له، وبتدرك ان مهاراته افضل من مهاراتها، فبيقول لها انا لازم انهي القتال ده بسرعه علشان في شخص تاني لازم اهزمه. فبتصنع رومانتيكا دوائر سحر اكتر وبتطلق عليه، وبيقرر ديزر يفوز في القتال ده علشان تدرك انها لسه ضعيفه وتتدرب اكتر وما تموتش تاني والمستقبل ما يتكررش. فبيعكس كل دوائر السحر بتاعتها وبيقول لها في 3 حاجات ما خدتيش بالك منهم. اولا تعويذ العكس مش الحاجه الوحيده اللي بعرف اعملها، وبيعمل قدامها تعويذه ازاله الاحتكاك. وبيكمل وبيقول ثانيا مش انا الشخص اللي كان بيقاتل طول الوقت. ثالثا الاختبار ده هو اختبار الوصول للهدف مش اختبار مهارات سحر.
وبيعمل وراه دايره سحر النار، وبيقول لها لو حصل لنا ضرر كبير هيتم اقصائنا بس مش هنتاذي، وبيطلق على نفسه النار علشان يدي لنفسه دفعه ويتزحلق على الارض. ولما بيوصل لايزيست بتقفله وبتكون قربت بالفعل من خط النهايه، فبتقول له انا بتراجع عن كلمه ضعيف اللي قلتها لك، وبتصنع دوائر سحر كتيره جدا اكتر من اللي رومانتيكا قدرت تعملهم. فبيحلل ديزر السحر بتاعها وبيعكس اغلب الدوائر، فبتطلق عليه الدوائر الباقيه قبل ما يعكسها كلها، لكنه بيقدر يغير مسار كل الطلقات بتاعتها ويتفادى الضربه القاضيه. فبتفهم هو ازاي اتغلب على رومانتيكا ووصل لحد هنا، وبتدمج دوائر السحر مع بعض في دايره واحده كبيره وبتطلق عليه، فبيغير مسار الضربه بتاعتها وبيخليها تنزل وراه علشان تديله دفعه، وبيعدي من جنبها يقول لها انت مهووسه جدا بهزيمتي، وبيعدي خط النهايه اول واحد، وبعدين بتعدي ايزيست وبتوصل رومانتيكا في الاخر. وديزر بيفكر انهم لازم يكونوا اقوى من كده علشان ما تحصلش المأساة اللي شافها دي تاني. وبعدها بيبدأ الحكام يحددوا الفصول على اساس نتائج الاختبار والدوائر السحريه وتواريخ العائله، وبكده مش هيتم تعيين اي حد من عامه الناس في الفصل الفا، وهو اعلى رتبه في الفصول، وهو فصل معمول لرعايه السحرة المتميزين، مش بيقبلوا اي حد من العامه فيه بحجه انهم اكيد جهله ودون المستوى، وبيقولوا ان المفروض العاميين يحسوا بالامتنان اصلا انهم سجلوا في الاكاديميه. فبيقطعوا مدير الاكاديميه وبيقول لهم التعيين انتهى بس في توصيه، وبيتفاجئوا كلهم ان البروفيسور بريجيت ادى التوصيه ان ديزر يدخل فصل الالفا. وبعد ظهور النتيجه بيستغرب ديزر انه بقى في الفصل بيتا، وهو فصل اعلى من الفصل التجريبي واقل من الفصل الفا، وبيكون قلقان اكتر على رومانتيكا اللي هتكون معاه في نفس الفصل بيتا رغم انها قويه جدا ومكانها الفصل الفا. وعلى تاني يوم بتلاقي نفسها في فصل متداعي وكل حاجه حواليها قديمه وبايظه، وبيبدا المعلم يشرح لهم ان مهارات السحر بتتصنف في دوائر، الدايره الادنى في الرقم 1 والدايره الاعلى في الرقم 7، وبيقول لهم ان في اختبار التسجيل بيدوا اهتمام اكبر بدايره الشخص، وعلشان تكون في الفصل الفا لازم تكون في الدايره 2 على الاقل، وانتم كلكم هنا في الدايره 1 اقل حاجه. فبتتضايق رومانتيكا لانها عارفه انها في الدايره 2، وبتبص على ديزر وهي متضايقه وبتتساءل هو ازاي هنا مع انه هزم فارسه سحر، وبيبص لها ديزر وبيبتسم فبتتضايق اكتر، وبيفتكر ديزر لما كان قاعد مع بريجيت وشكرها على اللي عملته معاه في الميتم، ففرحت انه لسه فاكرها وقالت له انت كبرت وبقيت ساحر ممتاز، وقالت له مين كان يتصور انك تقدر تهزم ايزيست، يا ريتني قدرت احطك في الفصل الفا، بس كل الدكاتره النبلاء عرضوا الفكره، وبيزعل انهم حاطين حاجز بين النبلاء والعاميين، وبيفكر ان ده معناه ان مش هو لوحده اللي موهوب في الفصل ده، وبيقرر انه يوقظ اكبر عدد من المواهب. وبعدها في وقت الاستراحه بتكون رومانتيكا قاعده لوحدها ومتضايقه جدا انها في الفصل بيتا، وبيدخل عليها شخص اسمه دينيتا هادون وهو طالب جديد في نفس سنها لكنه في الفصل الفا، وبيقول لها انا ببحث عن اعضاء للحزب، انا هنضم لحزب القمر الازرق افضل حزب في الاكاديميه ومكون من نخبه الطلبه من الفصل الفا، وانا جيت ادعوكي لان عندك مهارات ممتازه ونسب مثالي. فبتفكر رومانتيكا ان كده الاجابه واضحه قوي، وقبل ما ترد عليه بيمسك ايديها وبيقول لها بس في مقابل التوصيه عايزك تكوني صديقتي. فبتتوتر رومانتيكا وبتقول له بس احنا لسه متعرفين على بعض دلوقتي، وبيرد عليها ده هو الحب من اول نظره، وانا مش مستوعب ان شخص موهوب زيك يكون وسط العاميين القذرين في الفصل بيتا. فبتطلب منه يديها وقت تفكر، فبيطلع علبه اسمها كيموفين ودي في موطنه هديه بتديها لشخص بتحبه، فرومانتيكا بتفتحها وبتلاقي كولاد الذهب باين انها غاليه جدا، وبيسيبها ويمشي علشان تفكر في الاجابه اللي هتقولها له، وبيظهر ديزر فبتتخض رومانتيكا وبتساله ايه اللي جابك هنا، فبيقول لها جاي اقدم نفس العرض اللي قدمه. فبترد عليه ومين اللي ممكن تكون صديقه لحد زيك، فبيقول لها مش الاقتراح ده، قصدي ان عايزك تنضم للحزب بتاعي. وبترد عليه ده اسوأ، انا معروض عليا افضل حزب في الاكاديميه والنجاح هيكون مضمون، فازاي اخش حزب انشاه طالب جديد في الفصل بيتا. فبيدرك ديزر ان ده اكبر غلط عمله، فبيطلع ورقه وبيحطها على المكتب قدامها وبيطلب منها تقراها لما تكون لوحدها، فبتمسكها وبتقول يا ترى ايه الكلام المحرج اللي انت كتبته فيها، فبيهمس لها بنصيحه انها تتخلص منها بعد ما تقراها، وبيسيبها ويمشي هو كمان مستني رد منها. ولما بتقراها بتتعصب جدا، وبيفكر ديزر يا ترى لما تقراها هتتعصب ولا هتبكي، وبيتوقع انها تتعصب. وفي طريقه بيشوف ولد صغير واللي ديزر بيبحث عنه من البدايه، والولد ده هو برام شنايزر من احد المحاربين اللي كانوا معاه في المعركه ومن اسرع السيافين، وكان قوي جدا في فتره يا دوب اتدرب فيها. وبتوصل رومانتيكا وراح للحلبه اللي برام هيقاتل فيها، وقبل ما تتعصب عليه وتوجه الاسئله بيسكتها علشان تدريب برام بدأ، فبتقعد جنبه تتفرج هي كمان على التدريب. وبيتفاجئ ديزر ان برام اختار سيف ضخم يقاتل بيه ودي مش من عادته ابدا، وبيبدا برام يعرف نفسه للخصم واللي بيكون بارسيفال احد طلاب الفصل الالفا، وبكل تكبر بيرفض يعرف نفسه لبرام علشان من فصل اقل منه، وبيدي الحكم اشاره البدء، فبيهجم برام بكل قوته وبتكون الافضليه له، فبيتعصف بارسيفال جدا، ورومانتيكا بتنبهر ببرام، لكن ديزر بيكون عارف ان دي مش قوته الحقيقيه وانه بيضرب بشكل عشوائي جدا، وبيهجم بارسيفال بكل غضب على برام، وبيحاول برام يصد ضرباته على قد ما يقدر لحد ما بتفلت منه ضربه بيتفاداها بارسيفال، وبينتهز الفرصه وبيطير السلاح من ايد برام، فبيستسلم برام وبيعلن الحكم فوز بارسيفال، ومع ذلك ده ما شافاش غضب بارسيفال، فبيهجم
على برام تاني وبيلكموا لكمه قويه وبيستمر في الضرب وبينزل ديزر الحلب علشان يلحقه. فديزر بيقول لبارسيفال القتال انتهى، فبيرد عليه اخرس انت عايز تكون مكانه. فبيستفزه ديزر وبيقول له ضربته كانت قويه عليك صح ولا انت حاسس بالغيره لانه موهوب اكتر منك؟ فبيتعصب بارسيفال وبينزل بالسيف الخشب على ديزر لكنه بيصده بايده بس السيف بيتكسر وبيخاف بارسيفال من نظره ديزر الغاضبه وهو بيقول له النزال خلص انت عايز ايه تاني؟ فبيمشي بارسيفال وبيقول له هفتكر وشك. وبعدها برام بيعالج ايد ديزر اللي صد بيها السيف وبيعتذر برام لديزر علشان بسببه دراعه اتاذى وكمان بقى عنده عدو في الفصل الفا. فديزر بيقول له ما تقلقش وبعدها برام بيقول له مش عارف ارد جميلك ازاي، لو في حاجه اقدر اعملها قول لي على طول في اي وقت. وبعد ما بيمشي برام ديزر بيسال رومانتيكا انت كنت عاوزاني في حاجه؟ فبتتعصب وبيخرجوا بره المبنى علشان يتكلموا براحتهم واول حاجه بتساله انت ما قلتش لحد على اللي مكتوب هنا صح؟ فبيقول لها اكيد لا بس الدكاتره هنا عارفين اصلا وعشان كده دخلت الفصل بيتا مع انك نبيله وعندك مهارات سحريه مذهله. وبعدين بيقول لها في مملكه بريليتشيا اللي على بعد شويه كيلومترات من هنا كان في تاجر عمل ثروه كبيره من التجاره والتاجر العم ده اشترى لقب من نبيل فقير وكسب اسم ايرو وده لما كنت انت عندك 4 سنين وبقيتي رومانتيكا ايرو وحتى لو اشتريت لقب نبيل مش هتقدر تغير دمك العمي. ده اللي بيفكر بيه الدكاتره هنا وعشان كده اتحطيتوا في فصل بيتا. فبترد بعصبيه وبتقول عارفه. فبيقول لها انت لازم ترفضي عرض حزب القمر الازرق ده لانه متاح للنبلاء بس. وبترد عليه وبتقول له انا واثقه ان دونيتا هيحميني. فديزر بيسالها انت فاكره هو قال ايه على العميين؟ فبتفتكر انه قال العميين القذرين وبيقول لها انا واثق انك عارفه هو هيعمل ايه لو عرف انك عميه. وبيسالها تاني هتنضم للحزب بتاعي؟ فبتقول له انت شخص غامض جدا ومش بتبطل تبتسم في وشي من غير سبب وعارف كتير عن عيلتي وتصرفت بتهور في اختبار الدخول وكمان هزمت فارسه سحر والاهم من كل ده ايه قصه تعويذه العكس دي؟ انت ازاي بتعرف تعملها وانت في ادنى دائره؟ لكنه بيتجاهل كلامها ده كله وبيسالها عن اجابتها وبتضطر توافق وبتقول له انا هكشف سرك استناني. وبيتفقوا وفي يوم بيكون برام قاعد جنب امه وبتديله سيف وبتقول له ده دليل على الحب وطالما السيف ده موجود ابوك هيفكر فينا دايما. واول ما برام بياخد منها السيف بيتحول لرماد. فبيصحى برام مخضوض من الكابوس ده وبيبص للسيف اللي على المكتب بتاعه وهو السيف اللي كان في ايده في الكابوس. وعلى تاني يوم ديزر بياخد برام ورومانتيكا لغرفه البروفيسور بريجيت وبيدخل يقول لها انا جاي اطلب تشكيل حزب. فبتستقبلهم بكل سرور وبتقدم لهم الشاي وبعدين بيدخلوا في صلب الموضوع وبتسال ديزر انت عايز تشكل الحزب ده ليه؟ فبيرد عليها انا بخطط للترقيه للفصل الف عن طريق الفوز في مسابقه التصنيف. فبرام ورومانتيكا بيستغربوا من كلامه وبريجيت بتساله انت مدرك مدى صعوبه الموضوع ده؟ وبيرد عليها بكل ثقه اكيد عارف. فبرام بيسال ليه الموضوع صعب وبتشرح له بريجيت ان مسابقه التصنيف عباره عن امتحان تحديد مراتب الطلاب في كل سنه وبتتعمل المسابقه بين طلاب الفصل الفا وبيتا والمتطلبات ان يكون الحزب مكون من 3 ل 6 افراد والامتحان بيكون عباره عن معركه بين حزبين واعضاء الحزب الفائز بيترقوا في التصنيف. فرومانتيكا بتسالها يعني الحزب اللي فيه اعضاء اكتر بيملكوا الافضليه في المسابقه؟ وبترد عليها لا بيتم تقييم الانجازات الفرديه والمفروض كل عضو بينتصر في المعركه بتاعته ويساعد اعضاء الحزب بتاعه يفوزوا والاهم هو مدى مساهمه الفرد في انتصار الحرب بتاعه. والهدف من المسابقه اساسا هي تقييم المهارات المختلفه للطلاب والاحزاب اللي كسبانه هتشارك في الجولات النهائيه والجولات النهائيه بتتعمل في العوالم المظلمه وبيتم منح الرتب الفرديه للي بيحصل على مرتبه في ال9 مراتب الاولى والشخص اللي بيحصل على رتبه فرديه يقدر يترقى من الفصل بيتا الالفا. وعشان كده مسابقه التصنيف اسمها مسابقه الترقيه برضه ومفيش حد قدر يترقى من فصل لفصل قبل كده. فبتتعصب رومانتيكا وبتقول لها اكيد فصل الفا بيمتلك افضليه كبيره عن الفصل بيتا. وبترد عليها معاكي حق في المسابقات اللي فاتت كلها الاوائل كانوا من فصل الفا وانا هكون صريحه معاكم الترقيه شيء مستحيل. فديزر بيقول لهم الموضوع يستحق المحاوله فكروا في الموضوع لو حصلت وبقى 3 افراد من الفصل بيتا وحصلوا على رتبه فرديه ده يثبت للاساتذه اللي هنا اللي بيدعوا ان فصل بيتا ما يستحقش التدريس انهم غلطانين. فبريزيت بتقول له انا استاذه هنا برضه. فبيتوتر وبيتاسف لها علشان ما خدش باله. فبتقول له انا بهزر لو نجحتوا فعلا في الحصول على رتب فرديه هتكونوا الشراره اللي هتشعل فتيل الثوره اللي هتعيد تشكيل النظام الفاسد في الاكاديميه دي. وبتعجبها الروح المعنويه بتاعه ديزر اللي مصمم على قراره. واخيرا بتسال رومانتيكا وبرام موافقين تدخلوا الحزب حتى بعد ما سمعتوا وبيوافقوا هما الاثنين وبيتوجهوا بعد كده لصاله التدريب وبيشوفوا طلاب الفصل الفا وهم بيتدربوا في مكان فخم جدا وعندهم كل المعدات اللازمه للتدريب. ولما بيوصلوا للمكان اللي هيتدربوا فيه رومانتيكا بتصدم انها شقه قديمه جدا لدرجه انها لما بتدخل بتسمع صوت الارض. فبيحاول ديزر يكون ايجابي وبيقول لهم هنحبه مع الوقت واكيد هيكون احسن لما ننضفه. وفجاه بتظهر فئران كتير جدا وبتخرج من الشقه فرومانتيكا وبرام بيترعبوا وبرام بيفقد الوعي. ولما برام بيفوق من الصدمه اللي كان فيها بيدخل الغرفه بيلاقي فرق شاسع بعد ما اتنضفت. وبعدها على طول ديزر بيقول لهم هنبدا التدريب ومش بيديهم اي فرصه حتى يستريحوا شويه وده لانه عايزهم يتدربوا كويس ويحصلوا هم كمان على رتبه فرديه. ولما بيبداوا التدريب ديزر بيقول لها انا عايزك تطوري دقه التصويب بتاعتك. فبتصنع دوائر سحريه كتير وبتطلقها كلها على الدايره اللي رسمها على الحيطه. فبيقول لها جربي بقى تخلي كل الطلقات تصب في مركز الدايره. فبتستغرب وبتقول له ده مستحيل وبيرد عليها مش هيكون لينا فرصه قدام الفصل الفا لو ما عملتيش كده. وهو واثق انها تقدر تعمل كده لانه شافها بالفعل في المعركه وهي بتتلقى كرات التنانين الناريه بطلقات الرياح بتاعتها. وعلشان تعمل ده بيخليها تعمل تمرين معين وهو انها تنقل كره مطاطيه
عاديه من مكانها لمنتصف دايره تانيه بسحر الرياح بتاعها، وبيشرح لها ازاي تتلاعب بتيار الرياح اللي حوالين الكره عشان تحركها للدايره التانيه، وبيقول لها استعملي اساسيات الرياح اللي انت عارفاها عادي. فبتجرب رومانتيكا وبتقدر ترفع الكره من مكانها، فبينبهر انها قدرت تحركها من المحاوله الاولى. وبيجي دور برام فبيتحمس جدا، لكن ديزر بيقول له في الحقيقه مفيش حاجه اقدر اعلمها لك لان السيافه مش من اختصاصي، وانت اتقنت استخدام السيف بالفعل، فالمفروض تكون قوي كفايه للفوز بمسابقه التصنيف. فبيحزن برام وبيقول له مستحيل، وبيفتكر ديزر لما كان برام بيقاتل قدامه وعارف مدى قوته الحقيقيه، فبيساله انت ليه اخترت السيف الضخم في المباراه بتاعتك اللي فاتت؟ ما اظنش انك بتقاتل بيه في العادي، المفروض يكون سلاحك اخف بكتير ويسمح لك تستغل سرعتك زي المغول مثلا. فبيتصدم برام وبيساله هو انا لازم اقول لك؟ فبيرد عليه ديزر وبيقول له الموضوع له علاقه بقوه الحزب، فانا عايز اعرف. فبيرد عليه في الحاله دي ولازم تيجي معايا. وفي طريقهم برام بيساله هنسيب رومانتيكا لوحدها؟ فبيقول له الافضل ما نزعجهاش، هي عارفه هي هتعمل ايه. فبرام بيحس انه واثق فيها جدا، وديزر بيقول له انا واثق فيها زي ما بثق فيك انت كمان. فبيفرح برام بكلامه وبيكملوا طريقهم، ولما بيوصلوا لغرفته بيوري ديزر السلاح بتاع ابوه واللي بيكون مغول زي ما ديزر قال، وبيحكي له ان امه كانت من العامه وابوه كان نبيل، والشيء الوحيد اللي ابوه سابه له هو السيف ده. وبيمسك ديزر السيف وبيلاقيه خفيف جدا، وبيكمل برام انا عرفت ان السيف ده وانا عندي 6 سنين، وبعد ما سمعت ان ابويا سابهولي سلكت طريق السيافه عشان لما اقابل ابويا في يوم من الايام اكون ابن محترم يستحق السيف ده. بس في يوم من الايام وامه على فراش الموت قالت له ما تزورش ابوك ابدا لانه عايش في عالم تاني. وبيقول لديزر انها ما قالتلوش حتى عن اسم ابوه، وبيكون ديزر عارف السبب، وهو ان بالنسبه للنبلاء انجاب طفل من العاميين يعتبر عار، ولو كان برام زار ابوه في يوم ما كانش هيبقى عايش دلوقتي، عشان كده امه ما قالتلوش اسمه. وبيكمل برام انا كنت عايز اعرف مين ابويا وسجلت في الاكاديميه دي علشان اعرف مين هو، لان النبلاء من دول مختلفه بيجوا هنا، ففكرت ان ممكن الاقي معلومات عنه. ورحت في يوم اقيم السيف ده في المدينه وممكن الاقي معلومات عن ابويا، وقالوا لي ان السيف ده ملوش اي قيمه ومستحيل حتى يكون بتاع شخص نبيل. وبيبكي برام بعصبيه وبيقول انا فكرت انه حب امي وفكرت انه عشان كده ساب لي السيف ده، لكنه طلع مجرد قمامه. وبيمسك السيف يرميها على الارض وبيقول له انا مش هستعمل السيف ده ابدا. وبعد 3 ايام بيكون برام بيتدرب على استخدام السيف الضخم، ورومانتيكا بتنجح في تحريك الكره للدايره الثانيه اللي على الارض، بس ديزر بيقول لها الكره خرجت من الدايره فدي مش هتتحسب. وبيبص لرومانتيكا وبيفتكر القلاده اللي دونيتا اداها لها، فبيقول لبرام ممكن اشوف السيف تاني؟ فبيقول له مش هينفع، انا مش هستخدمه تاني ابدا. فبيترجاه ديزر وبرام بيقول له خلاص انا بعته. فبيروحوا هما الاثنين السوق، ديزر بيلاقي كل حاجه زي ما هي وبيفتكر لما كان بينزل السوق ده كتير، وبرام بياخده للمتجر اللي باع فيه السيف. فديزر بيلاقي مكتوب بره المتجر ان مفيش استرداد لاي حاجه اتباعت في المحل، وقبل ما يدخلوا برام بيقول له انا مش عايز امسك السيف ده ابدا. فديزر بيقول له اديني فرصه. ولما بيدخلوا بيلاقوا باب مصنوع من الفولاذ القوي، فديزر بيخبط وبيفتح لهم رجل ضخم جدا، وبيدخلوا لصاحب المتجر واللي اسمه اوجو كوين، وبيقول لهم وجه شفته اول مره امبارح ووجه تاني جديد بالنسبه لي، انتم جايين هنا تشتروا ولا تبيعوا؟ فديزر بيقول له انا جاي اشتري المغول. فاوجو كوين بيقول له انت ما قراتش اللي مكتوب بره؟ مفيش استرداد. وبيرد ديزر وبيقول عارف، وعشان كده انا جاي اشتريه منك تاني. وبيطلع اوجو كوين السيف وبيقول انا قلت له بالفعل ان ملوش قيمه كسيف، بس عرفت انه فيه شيء غريب لانه خفيف جدا، فعرفت انه غالبا. وبيقاطع ديزر وبيقول كيمو فين، وبيستغرب اوجو كوين ان هو عارف، وبيقول له ده في العادي شيء بيستخدم بين النبلاء للتعبير عن الحب. فبيتصدم برام لانه كان فاكر ابوه مش بيحبه ومديله سيف ملوش قيمه. واوجو كوين بيقول لهم بس للاسف ما عرفتش افتحه، بس هبيعه ب 40 قطعه فضيه. فبيتعصب برام وبيقول له انا بايعه لك ب3 قطع فضيه بس وما قلتليش انه كيمو فين. فبيرد عليه انت طلبت مني اقيمه كسيف وقلت لك انه سيف ملوش قيمه وسعره 3 قطع فضيه، وانا دلوقتي ببيعه كيمو فين وقيمته 40 قطعه. وقبل ما برام ياخد رد فعل من العصبيه ديزر بيوقفه وبيقول له التاجر معاه حق، وبيدفع ديزر ثمن السيف وبياخده. فالتاجر بيقول له مش هيفيدك النظر ليه، مبتدئ زيك مش هيقدر يفتح الشيء ده. فبيستعمل ديزر تعويذه العكس بتاعته وبيشوف كلام مكتوب على السيف، فبيدي لبرام السيف وبيقول له افتحه هتلاقي علامه في المقبض بتاعه شدها وافتح السيف. فبيفتحه برام وبيلاقي سيف مشع وبيلاحظ انه مش حديد ولا فضه. فديزر بيقول له ده مصنوع من البلانيسيو، وده معدن اصلب من الفولاذ واخف من الريشه، وده معدن بيستخدم في اجود انواع الاسلحه. فبيتصدم التاجر لما بيعرف، ولما بييجوا يمشوا الحارس بيعترضهم، فديزر بيطلب من التاجر يخليه يبعد. فالتاجر بيقول له لما تسيبوا السيف. فبيقول له ديزر انا اشتريته منك، وبيرد عليه ده كان قبل ما اعرف انه بلانيسيو. فبيرد عليه نفس الرد اللي قاله لبرام. فبيتعصب التاجر، والحارس بيقول لهم طالما سيدي قال لا يبقى سيبوا السيف واخرجوا. فبيفتكر ديزر ان دي نفس طريقه كلام دونوفان، وبيهجم الحارس عليه من ظهره، فديزر بيتفاداها بسرعه. وقبل ما الحارس يهجم تاني برام بيقف قدامه، فديزر بيقول له مش انت قلت انك مش هتستخدم السيف ده تاني؟ فبيحس برام بالاحراج وبيتوتر جدا. فديزر بيقول له انا بهزر، وريني اللي عندك. وبيهجم الحارس على برام لكنه بيتفاداها بسرعه، بس ديزر بيخاف على برام لانه لسه ما عندوش خبره. وفجاه السيف بيتوهج وعين برام وجسمه بيتوهجوا معاه، فبيتحمس الحارس وبينزل عليه بالسلاح بتاعه وبيتفاداها برام وبيجرحه في صدره بس خدوش عاديه. وبعدها برام بيبدا الهجوم بسرعه كبيره جدا لدرجه ان الحارس مش بيقدر يشوفه، ولا زالت الجروح اللي بيسببها ضعيفه جدا. فديزر بيفكر انه لسه مش عارف يقدر المسافه بينه وبين الخصم بالسيف الجديد. وبعدها ديزر بيلاحظ ان الحارس بدا يتعود على سرعه برام، ولو القتال استمر بالشكل ده برام هيخسر. وبيجرب برام ينط علشان ينزل على دماغ الحارس،
بس فجاه الحارس بيركله ركله قويه بتخبطه في الحيطه. فديزر بيحاول يحفز برام وبيقول له امن بابوك. فلما بيجي برام يمسك السيف تاني بيلاقي مكتوب عليه حاجه وبيتفاجئ وبيمسك السيف ويقوم يجري في اتجاه الحارس. فالحارس بيخدعه بالسيف وبرام بيتفاداها، وفجاه بيلاقي قبضه الحارس قدامه وبسرعه خارقه برام بيتفاداها وبيظهر ورا الحارس. فالحارس بيلف بالسلاح بسرعه، وقبل ما يقطع برام نصين برام بيحط السيف بتاعه قدام سلاح الحارس الضخم، وبيتصدموا كلهم ان سيف برام قطع الفولاذ، وبقبضه السلاح بيخبط الحارس في دقنه وبينهي القتال. فبيضحك ووجو كوين وبيقول لهم الباب ده محدش بيعرف يفتحه الا الحارس اللي فقد وعيه. فبرام بيقطع الباب بالسيف وبيخرجوا بكل سهوله، والتاجر مش مستوعب اللي بيحصل. وفي طريقهم ديزر بيشتري اكل ليه ولبرام، فبرام بيشكره على الاكل وبيشكره كمان على الفلوس اللي دفعها علشان يرجع له السيف وانه عرفه قيمه السيف اللي ابوه سابه له. فديزر بيقول له احنا في حزب واحد، فطبيعي لما يكون صديقي في مشكله هساعده. فبيبكي برام بسبب كل اللي حصل له قبل ما يدخل الحزب وخسارته لكل شيء كان مآمن بيه، وكان دايما تايه ومحتار مش عارف يعمل ايه. وبيقول لديزر انا مبسوط اني لقيت شخص معتبرني صديقه، وبياكلوا هما الاثنين سوا. وبرام بيفكر في امه اللي حبته وفي ابوه اللي ساب له الكلمات اللي على السيف وهي حتى لا يضل صغيري. وعلى الناحيه الثانيه بتكون رومانتيكا نجحت انها تنزل الكره في منتصف الدايره اللي مرسومه على الارض، فبتجرب بقى تستعمل طاقات الرياح وتصوب على مركز الدايره المرسومه على الحيطه وبتنجح، فبتفرح جدا. وبعدها بتروح تقف قدام طلاب الفصل الفا وهم بيتدربوا وبتستنى دونيتا، وبعدها بيروحوا سوا المطعم فخم جدا وبيطلب دونيتا اكل حلو جدا. فرومانتيكا بتاكل من غير اي تردد، وبعدها بيسالها اخدت قرارك؟ فبتقول له ايوه. ودونيتا بيقوم بكل ثقه انها اختارت تدخل الحزب، وبيقول لها تعالي اعرفك على اعضاء الحزب. فبيلاقيها بتديله الكيموفين بتاعته وبيقعد تاني، فبيقول لها مش فاهم قصدك انك مش عايزه تكوني صديقتي؟ فبتقول له انا انضميت لحزب في الفصل بيتا. فبيستغرب لان دي حاجه مش معقوله، وبيسالها هددوكي؟ فبتقول له لا دخلت بإرادتي وما حبيتش ده في البدايه لكني مستمتعه دلوقتي والقائد بيدربني ومهاراتي بتتطور. فبتقول له بالمناسبه انت قلت ان الفصل بيتا فيه مجموعه من العاميين كلهم حثاله. فبيرد عليها وفين المشكله كلهم حثاله فعلا. فبتقول له انت مش ناوي تسحب كلامك؟ وبيقول لها طبعا لا. فبتعترف له انها كانت عاميه هي كمان. فبيبص لها بصه مرعبه وبيقول لها بطلي هزار. فبتقول له انا مش بهزر واتحطيت في الفصل بيتا مع اني نبيله بسبب كده، بس بالنسبه لي مفيش مشكله، على الاقل حزب مش بيبص لي زي ما انت بصيت لي دلوقتي. فبيرد بعصبيه لو كنت اعرف ده من البدايه ما كنتش هقول لك تنضم لحزبنا. فبتتضايق رومانتيكا ان الامور مشيت زي ما كانت متوقعه، وبتقول له حزب بيخطط يترقى للفصل الفا وده معناه اننا اعداء. وبيرد عليها انا هدمر كل واحد فيكم. فبتقول له ما تستخفش بينا، وبتسيبه وتمشي وهي شايطه من الغضب. وبيفتكر دونيتا لما العاملين كانوا عاملين ثوره وهجموا على بيته وقتلوا عيلته كلها وهو قدر يهرب منهم وما عرفوش ان هو ابن هادون. وبتبدا اول جوله في مسابقه التصنيف وبتنهيها رومانتيكا بطلقات قويه ودقيقه من الرياح. والجوله اللي بعدها برام بيقضي على المنافسين بالسيف الجديد، فبيرتفعوا كلهم في ترتيب المتسابقين. وفي المباراه اللي بعدها بيطلق الخمس سحرة سحر النار عليهم، فديزر بيعكس سحرهم وبيبطلوا، وبتجهز رومانتيكا دوائر السحر على ما برام ينهيهم وبتنزل عليهم طلقات الرياح وبينهوا الجوله. فبيطلعوا في الترتيب مع مرور المباريات من 30 ل 100، ومن هنا هتبدا المباريات الصعبه ويشوفوا خصوم اقوى. وبتكون المعلمه بريجيت متابعه من اخبار الصحف وبتقول في نفسها انت نجحت بشكل مبهر يا ديزر، بس هتبقى هدفهم من دلوقتي. وعلى الناحيه الثانيه معلم الفصل الفا فرغمان بيجمع المتسابقين من طلابه وبيمسك الصحيفه وبيقول لهم ده معناه ايه، وبيقرا فصل بيتا بيحتل المركز ال 30 في الترتيب وبيتعصب جدا وبيقول لهم مستحيل نسمح لهم يلتقوا الفصل الفا. وبيقول لهم انتوا تم اختياركم في حزب القمر الازرق، وحتى لو كنتم في السنه الاولى انتم مسؤولين تحافظوا على فخر الحزب ده وتقاليده. في الجوله الاخيره لازم تستخدموا اي وسيله علشان تخرجوا من المسابقه، ما تسمحوش لحد منهم يكون في رتبه فرديه ابدا. وبيوجه كلامه لايزست بالتحديد لانها واجهت ديزر قبل كده وبيسالها تقدري تهزميه؟ فبتقول له انا بملك الافضليه. فبيرد بنفس السؤال تقدري تهزميه؟ وبترد ايوه. فبيهدى وبيقول لها انت هتكوني قائده الحزب من دلوقتي، احرصي على جلب النصر لينا. وبعدها ايزست بتفكر في ان ديزر ما غابش من بالها ابدا من ساعه ما هزمها في السباق. وفي طريقها بتقابل دونيتا وبرسفال، فبتسالهم انتوا معترضين اني بقيت القائده؟ فدونيتا بيرد لا احنا عارفين قوتك كويس، انا جيت اطلب منك تسيبيني اقضي على رومانتيكا. وبرسفال بيطلب منها تسيب له برام، فبترد عليهم فرصتنا افضل لو قاتلنا كلنا كمجموعه. فدونيتا بيقول لها خلينا نقول ان ده لاسباب شخصيه انا عايز ادمرها بايدي. فبتقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه بس عندي امر ليكم كقائده، ديزر ليا انا. وعلى الناحيه الثانيه بيكون ديزر في طريقه لغرفه التدريب بتاعتهم وبيفكر في ان برام ورومانتيكا خلاص مش محتاجين تدريب. فبيدخل عليهم وبيسالوه هنعمل ايه النهارده؟ بياخدهم ديزر للمكتبه وبيحط قدامهم مجموعه من الكتب التاريخيه وبيقول لهم هندرسهم. فبتصدم رومانتيكا، فبيشرح لهم ان الجوله النهائيه هتتعمل في عالم مظلم والعوالم دي بيتم صناعتها باعاده تشكيل حوادث تاريخيه، ولو تمكنوا من ايقاف الحادث هيامنوا العالم المظلم. وبيقول لهم دراسه التاريخ هتمكننا من تامين عالم الظلام. فرومانتيكا بتساله بس احنا ما نعرفش ايه الحوادث اللي هتتكرر ومن انهي حقبه صح؟ فبيرد عليها انا اخترت احداث معينه بشكل عشوائي. فبتساله يعني هنعتمد على توقعاتك؟ طب هنعمل ايه لو طلعت كلها غلط؟ فبيقول لها سؤال حلو، اظن ان مفيش خيار تاني، يبقى هنقرا كل الكتب اللي على الرف. انا ما كنتش عايز اضغط عليكم بس طالما رومانتيكا تقدر تعمل كده فايه اللي يمنعنا نعمل كده؟ فبيتخضوا هما الاثنين وبيبداوا قراءه اللي هو اختاره. وديزر بيقول في نفسه ما اخترتش بشكل عشوائي، انا عارف انهي عالم مظلم هنلاقيه في الجوله الاخيره.
وفجأة بتدخل عليهم إيزيست وبتقول لديزر عدى وقت طويل، فبيقول لها شهرين بس، أنا سمعت إنك انضميتي للقمر الأزرق، اختيارك حكيم. فبتسأله ليه بتقول كده؟ فبيقول لها انت تستحق تكوني في اقوى حزب في الاكاديميه. فبتقول له بما انك هنا هدخل في صلب الموضوع، وبتقول له انا جيت، وبيقاطعها ديزر وبيقول لها عشان تعلن الحرب عليا. فبتتصدم ايزيست، وديزر بيقول لها اظهار العداوه لشخص انت عارفه انه خصمك هي فعلا صفه من صفاتك. فبتقول له شكلك عارفني كويس، وانا استخفيت بيك في اليوم ده ومدينه ليك باعتذار، بس المره الجايه مش هخسر ابدا وههزمك بكل قوتي. فبيفرح ديزر وبيقول في نفسه هي دي الروح المطلوبه، استخدمين علشان تكوني اقوى. انا اجهدت نفسي وانا بقاتلك اول مره علشان اصحي الروح القتاليه اللي فيكي وعشان نغير مستقبلنا، استمر في التطور. وبتمشي وهو بيتمنى يقاتل جنبها تاني. وبيجي يوم المسابقه المنتظر والجوله الاخيره بيحضرها ناس كتيره جدا من المدينه كانه مهرجان، وبيستعد ديزر وبرام ورومانتيكا وبيدخلوا الساحه، وبتصطف الاحزاب كلها اللي اتاهلت للجوله الاخيره وبيقفوا قدام البوابات اللي هيدخلوا منها للعالم المظلم. فاحد اعضاء القمر الازرق لما بيشوف ديزر بيقول ده شكله مش قوي خالص، فزميلته بتنبهه انه ما يستخفش بيه وبتفكر بكلام البروفيسور فرغمان، فبيرد عليها امثاله ما يستحقوش اننا نقلق. وبتبدا المذيعه تقول للاحزاب عشان تامنوا عالم الظلام لازم تحلوا حادثه معينه، لكنها مش بتقول لهم ايه الحادثه اللي هتحصل لان معرفه الحادثه جزء من المهمه. وبتقول لهم نفس قوانين الاختبار بتاع الدخول، واللي هي مسموح استخدام سحر الهجوم والدفاع واي وسيله للفوز، واللي هيحصل له ضرر كبير هيتم اقصائه، واللي هيساهموا في تامين عالم الظلام هيحصلوا على نقاط اكتر، واللاعبين العشره الاوائل هيحصلوا على رتب فرديه. فبرام بيقول احنا في القاع تحت، وبيرد ديزر ايوه، وعشان كده لازم نساهم في تامين عالم الظلام لاجل اننا نحصل على رتبه فرديه او نهزم كل مشارك في المسابقه. وبتفتح بوابات العالم المظلم والاربع احزاب بيدخلوا، فبيحاول ديزر يدي برام ورومانتيكا طاقه ايجابيه وبيقول لهم ما تقلقوش. ولما بيدخلوا بيلاقوا انهم نزلوا في اماكن عشوائيه، فبيقرر ديزر يبحث عن برام ورومانتيكا، وفجاه بيلاقي صاعقه جليديه معديه من جنبه، فبيلاقي قدامه احدى اعضاء القمر الازرق وبتقول له انا محظوظه ان اول واحده الاقيك. فبتطلق عليه قطعه ثلج، فبيطلق عليها سحر النار علشان يدوبها، فبتستعمل تعويذتين في نفس الوقت، الميه والجليد. فبيستغرب ديزر وبيطلق سحر النار فبيبخر الميه، وفجأة بتستعمل سحر الجليد علشان تحول الميه لجليد وبيتكسر كله وبيتحدف على ديزر، فبيستعمل سحر دفاعي وبيقول لها حركه حلوه ده المتوقع من حد في الفصل الفا. فبتقول له دي البدايه بس، وبتستعمل سحر الرياح وبتعمل به اعصار بيلف حوالين قطع الجليد، وبتقول له مذهل صح، ده سحر مستحيل شخص عامي زيك يعمله. وبتساله عندك كلمات اخيره؟ فبيرد عليها حركه حلوه بس مش المفروض تصوب على المنطقه المفتوحه في جسمي، ولا انت مش بتعرفي تتحكمي في سحرك؟ فبتتعصب وتقول له اخرس. فبيضحك ديزر وبيعكس كل التعويذ بتاعتها وبيكسر الدايره السحريه في لحظه. فبتساله باستغراب عملت كده ازاي؟ وبتتصدم لما بتبص على عينه وبتلاقي انها تعويذه عكس. فبيقول لها ما تستهونيش بخصمك وفكري دايما في خطوتك الجايه، دي اساسيات ساحه المعركه. وبيجمع الجليد بتاعها كله في ايده وبيقول لها راقبي كويس واحفري ده في عقلك، وبيطلق عليها كتله ضخمه من الجليد، لكنها بتصر على تكبرها وغرورها وبتقول له مستحيل اخسر قدام عمي. وفجاه الكتله اللي اطلقها بتتفكك وبيحرك قطع التلج علشان يعمل عليها كماشه، فبتتجمد وبيتم اقصائها. وعلى الناحيه الثانيه بيكون احد المتسابقين ماشي في الغابه وفجاه بيتصاب بطلقه رياح قويه وبيتم اقصائه، وبتكون اللي اطلقتها رومانتيكا ومعاها برام، واللي حالفهم الحظ انهم نزلوا في اماكن قريبه من بعض وبيبحثوا هما الاثنين عن ديزر. فبتستعمل رومانتيكا الرياح بتاعتها علشان ترصد الناس اللي حواليها وبتلاقي 3 اشخاص قريبين منهم، فبتطلق طلقه رياح وفجاه بيتم عكسها وبتتلغي، وبيظهر 2 من الخصوم وبيقولوا لها عيب سحر الرصد انه بيكشف مكانك، واكيد شخص ضعيف من حثاله الفصل بيتا ما تعرفش المعلومه دي. فبيستغل برام انهم بيتكلموا وفي لمح البصر بيهجم عليهم، فواحد منهم بيصد ضربته وبتبدا بينهم مبارزه بالسيف، والخصمه الثانيه بتساعد زميلها بسحر الميه، فبرام بيتفادى ضرباتها وبيتحرك حواليهم بسرعه مهوله، فبيبداوا يشكوا انه من الفصل بيتا فعلا. فاحد الخصوم بيضرب في الارض علشان يحاوطوا نفسهم بالغبار ويخفوا نفسهم، وبيقول لزميلته استعملي سحر المنطقه ويقضي عليهم، واول ما بتستعمله رومانتيكا بتلاقيهم وبتطلق طلقه على الساحره بتطيرها. فبتقول للمبارز اللي كان بيتريق عليها انتم بذلتم مجهود علشان تخفوا نفسكم واستعملتوا السحر اللي كشف مكانكم بكل غباء. وبيظهر برام وراه وبيراوغه فانتباهه بيتشتت، ورومانتيكا بتقضي عليه بطلقه رياح، فبيفرحوا جدا لانهم منتصرين لحد دلوقتي وفاضل 25 متسابق. ورومانتيكا بتقول لبرام انت اتطورت جدا، فبيقول لها الفضل كله لديزر، وبيفتكر ان ديزر مستخبي، فبتقول له بعصبيه لحد امتى هتفضل مكانك اطلع. فبيطلع ديزر من تحت الشجر وبيقول لهم انتوا اقوياء جدا فما قدرتش اعمل حاجه غير اني اتفرج. وبتفكر رومانتيكا في ان حتى بعد تدريبها وبعد ما بقت قويه ديزر قدر يعكس التعويذه بتاعتها بكل سهوله. وفجاه الجو حواليهم بيغيم وبيبدا البرق والرعد، وعلى الناحيه الثانيه احزاب الفصل الفا بتقضي على اي حد شكله فقير لحد ما بيتبقى 18 متسابق بس. وفي نفس الوقت ديزر بيقول لرومانتيكا وبرام في طريقتين بس للترقيه للفصل الفا، اول طريقه هي تامين عالم الظلام فهنكون في المركز الاول، والثاني هو النجاه والحصول على مركز بين ال9 الاوائل. فرومانتيكا بتساله فكرك هنقدر نأمن العالم المظلم؟ فبيرد عليها لا مستحيل، هيتعاونوا كلهم ضدنا واحنا بنحاول نأمنه لان كلهم من الفصل الفا، بس لينا فرصه نكون من ال9 الاوائل، والاحزاب الثانيه هتواجه بعضها فهيتم استبعاد ناس اكتر. في حاليا 18 مشارك فلو تم استبعاد 9 كمان هنكسب. فبتتوتر رومانتيكا وبتحس ان الموضوع مش سهل
بس برام بيقول لها هنكون بخير. وبعدها السما بتمطر فبيروحوا يحتموا تحت شجره. وبتفكر رومانتيكا في انها ما كانتش هتصدق فكره انها تبقى من التسعه الاوائل لو كانت لوحدها. وبتفكر في لو كانت قابلت دعوه دونيتا وخافت عنه الحقيقه كانوا هيكتشفوا الموضوع عاجلا او اجلا وكانوا هيطردوها. فبيحط ديزر ايده على راسها وبيطمنها ان كل حاجه هتبقى كويسه وانه ملاحظ تطورها هي وبرام وقوتهم اللي بتزيد. وفجاه بيسمعوا صوت ساعه بتدق وديزر بيقول جه الوقت. فرومانتيكا بتستغرب وبيقول لها ده عالم برج ساعه بريفيوس وهي آلة سحريه متقدمه بتنتج الوحوش بشكل منتظم. وبتبدا مهمه البقاء لان الساعه انتجت وحش جديد والمهمه هي النجاه من هجوم الوحش ده. وعلى الناحيه الثانيه بيكون الاساتذه فرحانين وبيسخروا من الفصل بيتا علشان مش هيعرفوا ينجوا من الوحش ده. وبيبص فرغمان بسخريه لبريجيت لانها بتدعم ديزر والحزب بتاعه. وفجاه ديزر والباقيين بيسمعوا صوت صراخ بنت وبيسمعوا ان في مشارك تم اقصائه. وبعدها بيمشوا وبعدها بيشموا ريحه سيئه جدا. فديزر بيقول لهم اهربوا بسرعه. وبيظهر سرب ضخم من الفئران وبيطاردوهم. وبيعرف ديزر ان ده فأر كيلدرا وهو وحش بيستخدم كتيبه من الفئران كاطراف وغذائه الرئيسي دم الانسان ومش بيستسلم ابدا لو حط عينه على هدف. وبتطلق رومانتيكا طلقه رياح بس مش بتاثر عليهم ابدا. وفي طريقهم بيلاقوا جذع شجره فبرام بينط الاول وديزر بيخوف رومانتيكا علشان تنط هي كمان بس الفئران ما زالت بتطاردهم. فديزر بيقول لهم احنا لازم نقتل القائد بتاعهم اللي موجود وسطهم. وبيقف فجاه وبيعض صبعه وبعدها بيرش الدم علشان القائد يخرج من وسط السرب. فرومانتيكا بتطلق عليه الرياح ومش بتكون كافيه انها تقتله علشان مقاومته السحريه عاليه. فديزر بيقول لهم احنا لازم ننسحب. وفجاه بيلاقوا برام متوجه ناحيه سرب الفئران وبيدخل وسطهم. وعلى الناحيه الثانيه سرب الفئران بيقضوا على واحده من حزب القمر الازرق وبيتم استبعادها. وبكده بيتبقى 16 مشارك. وفي حزب تاني القائد بيطلق سحر النار على سرب الفئران. والحزب الرابع المكون من 3 افراد بيلاقوا قدامهم فار واحد فالقائد بتاعهم بيقرب منه وبيحاول يبعده. وفجاه بيلاقي السرب كله فوقيه وبيكون برام متحوط بالسرب وبيلفوا حواليه وهو بيبحث عن القائد. والفئران التانيه بتعض فيه وفي لحظه بيلمح القائد المجروح بسبب طلقه رومانتيكا. وبره بيكون ديزر بيحاول يبعد الفئران علشان يوصل لبرام وبيفتكر اللي حصل في المعركه في المستقبل ومش عايز ده يتكرر تاني. وبيتصدموا ببرام خارج من وسط السرب بعد ما قضى على القائد. وبكده يكونوا نجحوا في مهمه النجاه. وبيكون برام تعب جدا فبينام. فديزر بيطلب من رومانتيكا تراقبه وبيروح يقف لوحده وبيأنب نفسه على اللي حصل ده وبيلوم نفسه انه اتحمس جدا لتطورهم واهمل دفاعه. وبيدرب نفسه علشان ما ينساش انه هنا علشان ما يفقدش اصدقائه تاني. وبيشوف برج الساعه وبعدين بيرجع لهم تاني. وبتستغرب رومانتيكا ايه اللي حصل لوشه. وبعدها برام بيصحى وبيكون نشيط فبيتجهوا في اتجاه برج الساعه. وعلى الناحيه الثانيه بيوصل حزب القمر الازرق عند باب البرج وعددهم بقى 5. وبيحس دوليتا بان في رياح قويه فايزست بتحذرهم وبتعمل درع من الجليد وبينزل عليهم طلقات من سحر الرياح. وبتعرف ايزست ان الطلقات دي من فعل ديزر وبيتم استبعاد 2 منهم وبيتبقى ايزست ودونيتا وبارسفال. وبيكون فعلا ديزر والباقيين فوق في البرج. وبتستمر رومانتيكا في اطلاق سحر الرياح عليهم وبيحاولوا يصدوه ويتفادوه. فرومانتيكا بتقول له احنا مكاننا بقى مكشوف. فبيقول لها هدفنا هو اننا نجمعهم كلهم هنا ثقوا فيا. فبتعمل زي ما بيقول لها وبتطلق على الفردين اللي جايين وبيتم استبعادهم. وكده اتبقى 13. وبعدها بيستخدم ديزر سحر العكس بتاعه على حائط برج الساعه وبتدخل ايزست واللي اتبقى معاها من الحزب. وبيتفاجئوا ان جابريل جوه هو والحزب بتاعه وفي حزب كمان وكانوا على وشك القتال. فجابريل بيسالهم انتم اللي هاجمتونا بره وبيقول لهم انهم اتعرضوا لهجوم مباغت لاستغلال الطقس السيء اللي بره ودي حيله رخيصه بالنسبه للحزب الاول في الاكاديميه. فايزست بتقول له حزبنا كمان اتعرض للهجوم بره. فبيبدا بينهم الجدال وجابريل مش بيصدقهم. وايزست بتساله معاك دليل انه كان احنا. فبيقول لها جابريل مفيش حد قادر يستخدم الكم ده من التعويذ في نفس الوقت ده غيركم. فايزست بتفكر في انهم مش هيصدقوها لو قالت لهم ان كل ده من شخص في الفصل بيتا وبتعرف ان ده هدف ديزر من البدايه. فبيشعل جابريل النيران وايزست بتطلب من الحزب بتاعها ان محدش يتدخل. فبيطلق عليها النيران وبتحوطها وبيفكر انه كده قضى عليها. وفجاه بيلاقيها جنبه بتركله ركله بتطيره بعيد وبتستعمل سحر الجليد وبتجمد واحده من الحزب بتاعه. فبيتجه جابريل انه يطلب من الحزب الثاني يساعدهم بحجه انهم لو ما غلبوش القمر الازرق مش هيكون ليهم فرصه يحصلوا على رتبه فرديه. وفعلا قياده الحزب الثاني بتستجيب لطلبه وبتصوب السهم على القمر الازرق. فايزست بتقطع السهم بسرعه وبتستخدم سحر الجليد علشان تصد النار بتاعه جابريل. وبيكون ديزر فوق وبيسمع اللي بيحصل وفجأة الصوت بيختفي. فبيقول لهم الخطة ما نجحتش مفيش أي إعلان إن حد تم إقصائه. وفجأة بتطلع ايزست وبتقول لديزر وضعك مؤسف. فبيقول لها كنت أتمنى يحصل صراع بين الفصل ألفا. وبترد عليه أنا قيدت حركتهم كلهم ومنعتهم يخرجوا. فبيقول لها كان هيكون أفضل لينا لو كنتم دمرتم بعض لكنك أفسدت الخطة. وبيبقوا 3 قدام 3 وكل واحد واللي له عداوة معاه. وايزست بتقول انتوا فكرتم إنكم تستحقوا لقب رتبة فردية قتلوا واثبتوا ده. وفجأة بترسم دايرة سحرية تحت رجله وبيخرج التلج وبيرفعه لحد السقف وبيخترقه. وبارسفال بيمنع برام يطلع وراه
ودونيتا بيمنع رومانتيكا تطلع وراه، لكن ايزيست بتطلع وراه علشان تقتله لوحدها، وبتلاقيه على الارض فبتقول له قوم، الضربه دي ما كانتش كافيه تقضي عليك، فبيستعمل سحر الارض وبيحدف عليها صخور صغيره، وبعدين بيغير شكلها وبيلفها على ايديها، فبتستعمل ايزيست سحر الجليد وبتجمد الصخور وبتكسرها، فبيستعمل ديزر تعويذه عكس على قطعه جليد ضخمه. وعلى الناحيه الثانيه بارسيفال بيملك الافضليه على برام، وبعدين بيخبطه بالراس وبيقول له انت اتخليت عن السيف الضخم، ليه ما بتضربش بشكل عشوائي زي المره اللي فاتت؟ فبرام بيقول له انت بترغي كتير، فبيهجم بارسيفال وبرام بيصد الضربه، وبيختفي برام وبيظهر وراه، فبيتعصب بارسيفال وبيحاول يجاري سرعه برام بس مش بيعرف يصيبه، وبيبدا برام الهجوم المضاد بسرعه، وبيحس بارسيفال انه اضعف من برام وان برام بقى مختلف تماما عن المره اللي فاتت، وبيركله برام ركله قويه في بطنه، فبينزل على الارض، فبيسال برام هو ايه اللي حصل؟ انت ازاي بقيت قوي بالشكل ده في وقت قصير؟ فبيرد برام انا مش مضطر اشرح لك، فبيتعصب بارسيفال اكتر. وعلى الناحيه الثانيه بيكون دونيتا بيصد ضربات رومانتيكا وبيقول لها على حسب ما انا فاكر انت ساحره من الدايره 2 صح؟ هل ده افضل ما عندك؟ بتوتر رومانتيكا علشان المانا بتاعتها على وشك تخلص، وفجاه القطعه الجليديه اللي جنبهم بتتبخر بسبب تعويذه العكس بتاعه ديزر، وبتطلق عليه رومانتيكا طلقات بسحر الرياح، فبيتفاجئ هي ازاي عرفت مكانه وسط الدخان، وبعدها بيفهم انها استخدمت الرياح علشان تعرف مكانه، وفجاه بيستخدم دونيتا القلاده اللي كان مديها لها هديه وبيعمل تفاعل سحر، فبيختفي الضباب كله وبيهجم على رومانتيكا، فبتقع على الارض وبتتفادى ضربات السيف بتاعه بسرعه، وبعدين بتقوم وبتشوف القلاده فبتساله دي تحفه، وبيرد عليها ده شيء ما يحلمش بيه لعمي، فبترد عليه بعصبيه انا وانت ما فيش بينا اختلاف كبير، بغض النظر عن المكانه انتم تلاميذ زينا عادي، ومهما حاولتم تعزلونا هتفضل دي الحقيقه. فبيتعصب وبيقول لها انا نبيل زيك ايه يا عميه، فبتساله لو ليك راي تاني قول لي ايه الاختلاف اللي بينا، فبيرد بعصبيه كل حاجه، الفصل والقوه والموهبه، احنا مختلفين عنكم من لحظه ولادتنا، بطلي تقول الهراء ده، وبيفتكر تاني اللي حصل مع عيلته لما العميين قتلوهم، وبيقول في نفسه مستحيل اكون في نفس الكفه معاكم، فبتقول له انت مجنون، وبيرد عليها انت مش هتفهمي حاجه بس هتفهمي بالطريقه القاسيه، وبيستعمل سحر النار وبيحوطها بيه، وقبل ما ترد بسحر الرياح بيفجر النار فيها فبتخبط في الحيط، بس حسن الحظ بتكون صدت اغلب الضرر، فدونيتا بيقول لبارسيفال انا هعملها وقت لكل العميين، فرومانتيكا بتطلب من برام يكسب لها الوقت على ما تشحن المانا بتاعتها، وفجاه بيستعمل دونيتا سحر الارض وبيسحق برام وبينط على رومانتيكا، بس برام بيقطع الصخره وبينقض عليه، بس دونيتا بيتفادى الضربه والقلاده بتاعته بتتقطع، وبيحاول ياكل برام بسرعه، ولحسن الحظ برام بيتفاداها، فبارسيفال بيقول له دونيتا برام فرستي انا، فبيقول له اخرس انا اللي هقتلهم، وبيلاحظ برام ان دونيتا بيعاني من ضيق في مجال الرؤيه ومش بيحاول حتى يشوف اللي حواليه عشان مركز مع رومانتيكا، فرومانتيكا بتطلب من برام ياخد بارسيفال لمكان تاني، فبيلاحظ من نظرتها انها بتحاول بس ما تعترضش طريقه، وبيرفض يسمع كلامها وبيفكرها بكلام ديزر لما قال لهم انتوا بقيتوا اقوى، فبتتشجع رومانتيكا وبتقرر تكمل قتال معاه. وعلى الناحيه الثانيه ايزيست بتطلق سحر الجليد على ديزر فبيعكسه وبيكسر الجليد، فبتمشي ايزيست على الحيطه باستخدام السحر فبيكسر لها الدايره السحريه وبتنزل على الارض تاني، وبتستغرب انه يقدر يعكس السحر ده كمان، فبتستعمل سحر الجليد تاني من وراه وبتحاول تحاوطه بيه، وبيطرع صبعه بس بيكسر كل الجليد اللي هي بتصنعه، وبيطلق عليها سحر النار، وبسرعه ايزيست بتقدر تتغلب على ده، وبيستعمل سحر النار بسرعه في المكان اللي هتهبط فيه، فبتحمي نفسها بالجليد، فبيقول لها ما تصبتيش بخدش واحد حتى احسنتي، فبتقوم تقول له انا مش فاهمه حاجه، انا احسن منك في المانا وسرعه السحر والمهارات القتاليه وانا اللي بعاني في القتال قدامك، فبيبتسم وبيقول لها لازم تستمتعي اكتر من كده، فبتقول له انا لو ناقصني حاجه فهي التجربه الفعليه في القتال، بتجري في اتجاهه بسرعه فبيطلق عليها كرات النار وبيبعدها عنه، وبتنط عشان تنزل عليه بالسيف فبيسحب الخنجر بتاعه وبيعززه بالقوه، فبيصد ضربتها وبتستغرب انه بيقدر يصد ضربات السيف كمان، فبيسالها انت فكرت اني مش بعرف استخدم السيف؟ فبتدفعه بقوه وبيخبط في الحيطه وبتنقض عليه بسرعه وبيتفادى ضربات السيف وبيدخل معاها في اشتباك، وايزيست مرتبكه ومش فاهمه هي مش عارفه تتغلب عليه ليه، وبتساله نفس السؤال اللي بيدور في بالها، فبيسالها القتال ممتع صح؟ انت قويه جدا بس اول مره تواجهي خصم يستحق صح؟ وبيفتكر ان ايزيست اللي هو يعرفها كانت دايما حاسه بالملل علشان كل المعارك اللي بتدخلها ما فيهاش منافسه، وبيقول لها شخص ما تقدريش توصلي له بسحرك ولا سيفك، ايه رايك؟ عايزه تهزمي شخص زي ده بكل قوتك؟ فبتهدى ايزيست وبتقول له اشك في موضوع الاستمتاع ده بس هعترف اني عايز اهزمك، وبتستعمل تعويذه اسمها العرش المجمد، فالغرفه كلها حواليهم بتتجمد، وده نوع سحر اسمه سحر الرؤيه وديزر مش هيعرف يعكسه، وبتبدا تتحكم بالجليد حواليه وهي قاعده مكانها على العرش، فبيتحاول ديزر يتفادى الجليد اللي بيتكون تحته، وفجاه بيلاقي حواليه دوائر سحريه كتيره جدا وبيبدا يعكسها كلها وبيلغي كل الطلقات، وكل ما تعمل دوائر سحريه يعكسها ويكسرها، فبتتعصب ايزيست وهو بيستفزها وبيسالها خلصتي، وبتدرك ايزيست ان مفيش فايده ولا من سحر الجليد ولا السيف، فبتقوم تمسك سيفها تاني وبتلغي تعويذه العرش المجمد، وعلى الناحيه الثانيه كفه برام هي اللي كسبانه ودونيتا مش قادر يواجه، ورومانتيكا بتقول لبرام لازم نهزم دونيتا قبل ما بارسيفال يتدخل في القتال، وفجاه بيقوم دونيتا وبيطلب المساعده من بارسيفال وبيقول له انا مش عايز اضيع وقت اكتر على العميين الاغبياء دول، فبيمسك بارسيفال سيفه وبيحدفه على برام، فبيتلاقي برام بالسيف بتاع بارسيفال وبيستغل دونيتا الفرصه وبيهجم على رومانتيكا من وراها
وفجاه رومانتيكا بتقول لبرام وطي، وبتطلق عليهم هما الاثنين طلقتين رياح وهم قريبين جدا منها. وفي نفس الوقت ايزيست بتستعمل سحرها على سيفها علشان تعمل سيف سحري، فبيعجب ديزر جدا بيها لانها تقنيه مش بيستعملها الا فرسان السحر بس، وفي العاده بيتطلب اتقان حاجه زي دي 10 سنين، بس ايزيست قدرت تعملها في لحظه، فبيطلق عليها قطع صخور وبتجمدها ايزيست كلها، فبيطلق عليها النار ومش بتاثر، وبتنقض عليه بسرعه وهي فرحانه انه مش عارف يعكس الهجوم ده، وبتكسر الخنجر بتاعه بسيفها، بس بتتصدم انه انفعل تعويذه العكس، فبتبص حواليها بتلاقي عكس برج الساعه، وبينهي الجوله قبل ما هي تحس بالنصر حتى. واول ما بيتم اعلان ان ديزر هو اللي امن عالم الظلام بتفرح بريجيت جدا، وبيتعصب فرغمان وبيرفض يعترف بالهزيمه. وبعد شويه في اجتماع الاساتذه فرغمان بيتهم بريجيت انها استعملت اساليب غير قانونيه، وبيقول لهم ان مستحيل شخص عام يغلب فارس سحر ويامن عالم الظلام، والاغلب بيوافقوا الراي، وبيسالوه قصدك ان الاستاذه بريجيت سربت محتوى الامتحان، وبيرد ايوه، فبيطلبوا منه الدليل لكنه مش معاه اي دليل، فبيقولوا له كلنا شفنا القتال وصعب تصدق ان في اي شيء غير شرعي حصل، لكنه بيصر وبيقول لهم هنلاقي اكيد لو تحرينا في الموضوع. فباقي الاساتذه بيسكتوه علشان هم في حضره المدير، فالمدير بيؤمر حد يجيب له اسامي الناس اللي حصلت على ترتيب فردي، فبيستغربوا كلهم انه كان قرر بالفعل الناس اللي حصلت على الترتيب الفردي، وبيسالوه طب عملنا الاجتماع ليه، وبيرد عليهم كنت عايز اسمع ارائكم حتى لو كانت مجرد هراء ما يستحقش يتسمع. وعلى الناحيه الثانيه بيكون ديزر قاعد مع ايزيست وبيشرح لها ان هدف حزبه كان تقليص عدد الالفا ل9 بانه يخليهم يقاتلوا بعض، وبيقول لها بس انت كشفتينا، وبترد عليه ايوه مش هتعرفوا تاخدوا رتبه فرديه لو ما هزمتوناش، او ده اللي فكرنا فيه. فبيقول لها ما كانش انت بس، كان في 3 كمان من القمر الازرق مركزين على القتال ضدنا، وعلشان كده ما خدتوش بالكم من هدفنا الحقيقي. فبتساله تامين عالم الظلام، فبيبتسم وبيرد احسنتي، انا وصلت لبرج الساعه قبلك بوقت قصير وحاولت احلل التعويذه بس ما كانش معايا وقت كفايه لانه جهاز سحر تاريخي، وبالكاد عرفت احلله علشان واجهتك لوحدك، لو كان كل الالفا واجهوني كنت هخسر. فبتدرك انه ما كانش مركز على المعركه وكان باصص على هدف اكبر، فبيقول لها زي ما عملت في امتحان القبول، وبكده ايزيست فهمت انها كانت لعبه في ايده من البدايه، وبتعترف انها انهزمت شر هزيمه، فبيحاول يهون عليها وبيقول لها الموضوع ما كانش سهل، لو كان سيفك اسرع شويه، وبيقاطعهم برام وبيقول له كنا هنقاتل مكانك زي ما هزمنا دوليتا وبرسيفال شر هزيمه، وبيقعدوا جنبه وبيبصوا لايزيست بغضب. فديزر بيقول لرومانتيكا احنا فزنا بفضل سحرك شكرا، فبتتحرج وبتقول له انت مش محتاج تشكرني، وبيضحكوا وبيهزروا مع بعض. فبتقوم ايزيست وديزر بيسالها رايحه فين، فبتقول له رايحه للبروفيسور فرغمان علشان خسرنا قدامكم، وقبل ما تمشي بتقول لديزر عندي طلب ليك، وبتساله ممكن انضم لتدريبكم، فرومانتيكا بترد مستحيل طبعا، وديزر بيقول لها مواعيد التدريب بتاعتهم، وبيقول لها تقابلهم في مكان التدريب، فبتفرح ايزيست وبتمشي. وبعدها ديزر بياخد حزبه وبيروحوا للبروفيسور بريجيت وبيسالوها عن النتيجه، فبتستعمل السحر بتاعها وبتطلع لهم كعكه فخمه جدا، فرومانتيكا بتقول لها طالما جبت لنا كعكه زي دي ده معناه اننا نجحنا، فبتقول لها لا ما نجحتوش، فبتتصدم رومانتيكا وبتقول لها بتهزري، فبتقول لها بهزر فعلا انتم نجحتم، وبتقول لهم من النهارده تم تسجيلكم انتوا الثلاثه كافراد الترتيب، وبالتالي تم نقلكم للفصل الفا، فبيفرحوا كلهم وبيحتفلوا، وبتكون بريجيت فرحانه جدا انهم اتغلبوا على فرغمان، وبيستمتعوا كلهم بوقتهم، وبريجيت بتفتكر لما كانت في الميتم وكل الاطفال بيلعبوا وديزر جالها بكتاب سحر وطلب منها تعلمه، وقضت وقت طويل بيتعلموا استخدام السحر، وعلى تاني يوم بيستعدوا ليوم اجازتهم علشان يستمتعوا شويه، وبتكون رومانتيكا وبرام متحمسين جدا على عكس ديزر اللي متعود على التدريب وبس، وبيقول لهم احنا هنكون في الفصل الفا بعد الاجازه فلازم نتدرب، وبترد رومانتيكا لا ده سبب اكبر اننا نستمتع بقوتنا دلوقتي علشان اللي جاي صعب، فبيوافق، وبيدخلوا الاول لمحل ملابس، ورومانتيكا بتجرب قدامهم ستايلات مختلفه، بس ديزر مش بيدي اي تعبير، فبتتضايق منه وبتساله ما تقدرش تقول لي كلام يحمسني، وبتغير تاني وبتسمع ديزر بيقول مذهل شكله حلو قوي، بس بتتصدم لما بتعرف انه يقصد برام، وبعدها برام بيحاول يختار ربطه عنق تانيه لديزر، فبيخليه يوطي علشان يشوفها عليه، وديزر بيتألم من الوضعيه دي، ولما بتحاول رومانتيكا تستعجله بيقول لها اخرسي علشان اعرف اركز، وبيكون برام محتار في الالوان، وديزر بيبص رومانتيكا علشان تنقذه، فبتقول له مستحيل، وبعد ما بيخلص بيكون فرحان جدا انه اختار لديزر ربطه عنق جديده، ورومانتيكا متضايقه انه خد وقت اطول منها في التسوق، وبعدين بيلاقوا لعبه وبيجري برام عليها ورومانتيكا بتروح وراه، وديزر بيقابل ايزيست اللي كانت في نفس المكان صدفه، فبيستغرب انها ممكن تكون في مكان زي ده، فبتقول له بحب اغير جو من وقت للتاني، وبيطلب منها تنضم ليهم، فبتقول له ما عنديش مانع ناخد نزال تاني، وبيتخض ديزر وبيقول لها لا لا احنا بنستمتع هنا مفيش اي حاجه جد، فبتقول له كنت بهزر، فبيقول في نفسه مستحيل اعرف انك بتهزري بالتعابير الجديه اللي على وشك دي، ورومانتيكا وبرام بيتضايقوا منها جدا لما بيشوفوها، وبرام بيتضايق انها واقفه مع ديزر، فايزيست بتشيله وبتحطه جنب ديزر، وفي لحظه بيغير رايه وبيحبها، فبتتعصب رومانتيكا لانه غدر بيها وما ثبتش على مبدأه، وبعدين بيروحوا لعبه الهوك الطايره، وبتكون رومانتيكا مع ديزر ضد ايزيست وبرام، فبيهمس ديزر لرومانتيكا وبيقول لها احنا بنلعب ضد افضل سياف في الاكاديميه وفارسه سحر، لو اهملت دفاعك هتقضي علينا، وبيكون برام متعصب جدا عشان كان عايز يكون في نفس الفريق مع ديزر، وبينزل بالكورس وبيبدا اللعب بسرعه، فديزر بيصد الكورس وبترد ايزيست بسرعه، فرومانتيكا بتستعمل السحر بتاعها وهي بتصدها وبتسجل هدف، فايزيست هي كمان بتاخد الموضوع على محمل الجد وبتبدا تستعمل سحر الجليد بتاعها علشان تغير مسار الكورس وتسدد هدف، فبيبدا ديزر هو كمان يستعمل تعويذه العكس بتاعته وبيلغي سحر ايزيست وبيسدد هدف، وبعدها ديزر بيشكر ايزيست
إيزيست على التسكع معاهم وبترد له الشكر علشان قضت معاهم وقت لطيف، وبتفرح رومانتيكا انها مش هتشوفها تاني. فديزر بيقول لها انت بتقولي ايه؟ دي هتتدرب معانا من بكره. وبرام بيقول لها احنا اتنقلنا للفصل الفا فهنشوفها كل يوم في الفصل. فبتتعصب رومانتيكا لانها كانت ناسيه الكلام ده. وعلى تاني يوم بيدخلوا الفصل الفا لاول مره وبينبهروا بالفرق الشاسع بينه وبين الفصل بيتا. وبيدخل عليهم ديزر وبيقول لهم انا مبسوط انكم متحمسين، يلا نبدا التدريب الصباحي. فبيروحوا على غرفه التدريب بتاعتهم وبتدخل عليهم إيزيست علشان تتدرب معاهم. واول حاجه بتتدرب هي وبرام على السيافه والسرعه في الهجوم والصد. وبتكون رومانتيكا متضايقه من وجودها. وبعدها ديزر بيخلي إيزيست تجرب التدريب بتاع الكره بتاع رومانتيكا ومش بتعرف تخلي الكره تنزل في منتصف الدايره. فبيخلي رومانتيكا توريها. وبعدها بيزود عدد الكرات ل5 وبتنجح رومانتيكا فبيزود عدد الكرات تاني. وبيستمروا في التدريب لحد ما عدا الحصه بتاعتهم. وإيزيست بتفهم ان ديزر بيحدد نقاط قوه كل شخص وبيعدل التدريب علشان يناسبهم. وبتشكرهم وبتمشي. وبتكون رومانتيكا راقده على الارض من التعب وبتسال ديزر اللي انت قلته النهارده الصبح حقيقي فعلا؟ فبيرد عليها المعركه اللي جايه هتكون قتال حقيقي وممكن نموت لو غلطنا، وعلشان كده محتاجكم تكونوا اقوى. وبعدها بيروحوا الفصل والمعلمه بتشرح لهم الحرب بين البشر والعوالم المظلمه وان الكوارث مستمره وبتتكرر كل سنه وبتفسد العالم. وبتقول لهم بسبب التاكل ده قارتنا تقلصت للنص، بس نسبه نجاح تامين العوالم المظلمه بقت 99%. وبفضل قوه الاحجار السحريه قدرنا نوقف التلوث اللي جاي من العوالم المظلمه. وبعدين بتشرح لهم ان الاحجار السحريه عباره عن مانا متبلوره بتظهر لما بيتم تطهير عالم ظلام وبتحتوي على كميه هائله من المانا لكن ما ينفعش تستخدم زي ما هي. وبتحكي لهم ان من 50 سنه تم اختراع تقنيه معالجه واستخدام الاحجار السحريه في البرج السحري، ونتيجه الثروه الهائله من المانا اللي بتنتجها الاحجار السحريه تم اختراع حاجات كتيره زي الاجهزه والقطارات اللي بيستخدموها بشكل يومي. وبتسالهم حد يعرف مين الشخص اللي اخترع التكنولوجيا اللي بتعالج الاحجار السحريه؟ وبتلاحظ ان رومانتيكا نايمه فبتسالها وبتتوتر رومانتيكا لانها ما تعرفش السؤال اصلا. فبيغششها ديزر وبيقول لها زود اكساريون سيد البرج السحري. وبعد الحصه ديزر بيروح للمعلمه بريلود وبيعرفها بنفسه. فبتعرف على طول انه الطالب اللي حصل على رتبه فرديه في مسابقه التصنيف. فديزر بيقول لها ممكن اطلب منك طلب؟ فبتاخدهم معاها مكتبها وبتسال ديزر ايه الطلب اللي انت عايزه. وبتتوقع الاول انه عايز يطلب دعم للحزب بتاعه وبتقول له بس للاسف الموعد النهائي لطلب الدعم عدى. فبيقول لها لا انا مش جاي عشان كده. وبيدي لها ورقه طلب ان الحزب بتاعه يتولى حمايه الفرع هيرلي التابع للبرج السحري. وبيقول لها انا عارف ان اكاديميه هيبريون تقدر تعين مجموعه لتلبيه الطلب وانا عايزك تقدمي الطلب ده للحزب بتاعنا. فبترجع له الورقه وبتقول له للاسف ما اقدرش اعمل حاجه زي دي من غير سبب. فبيبتسم وبيقول لها في حجر سحري اسمه دمعه غيرنل متخزنه في فرع هيرلي صح؟ فبتتخض وبتساله عرفت ازاي؟ ومش بيجاوب سؤالها وبيدخل في الموضوع وبيقول لها في خلال 10 ساعات في ناس هتيجي تسرقه واللي هيعمل كده الخوارج. فبتتصدم بريلود انه كان لسه في الفصل بيتا من كام يوم وعارف كل ده. فبيقول لها مفيش وقت لمناقشه موضوع عرفت ازاي، المهم اننا لو ما عملناش حاجه الاحجار السحريه هتتسرق. وبعد 10 ساعات في برج السحر بيدخل شخص يبلغ زود ان فرع هيرلي اتعرض للهجوم. فبيستغرب ان كلام ديزر طلع صح وبيفتح هويه ديزر وبيسال يا ترى انت مين؟ وعلى الناحيه الثانيه بيكون ديزر بيجري وماسك في ايده عيش ومتخفي وفي طريقه بيخبط في قائد الخوارج كرايكن. فديزر بيعتذر له وكرايكن بيمد ايده يقومه وبعدين بيساله انت كنت رايح فين ومستعجل كده؟ فديزر بيقول له اخواتي جعانين ومستنيني في البيت دلوقتي. وفجاه كرايكن بيقول له مش من الامن انك تخرج في وقت متاخر زي ده، ممكن تتورط في مشاكل غير متوقعه. وبيرمي له العيش على الارض وبيدوس عليه وبيسيبه يمشي. فبيظهر احد اتباع كرايكن وبيساله هيقتله؟ فبيقول له لا سيبه. وبيوصل كرايكن لباب برج السحر وبيظهر اتباعه كلهم وراه وعددهم كبير جدا وبيامرهم يطلقوا سحر النار والجليد على الباب. فبيتفعل الحاجز القوي بتاع برج السحر. فكرايكن بيخلي اتباعه السيافين يهجموا على الحاجز في نفس الوقت مع طلقات السحر لان الحاجز ما بيقدرش يدافع ضد نوعين مختلفين من الهجمات في نفس الوقت. وبالفعل بيقدروا يكسروا الحاجز ويدخلوا. فحراس البرج بيقفوا قدامهم فبيبدا الاشتباك بينهم. وبيلاحظ كرايكن ان حراس البرج جاهزين زياده عن اللزوم وبيستعمل كرايكن سحر الاخفاء هو وبعض اتباعه بيدخلوا البرج. وبيسمع بعض الحراس بيقولوا دول جم فعلا انزلوا بسرعه. فبيستغرب كرايكن انهم بيتكلموا كانهم كانوا عارفين اصلا ايه اللي هيحصل. وبيدخل جوه للغرفه اللي فيها الحجر السحري والاتباع بتوعه بيحاوطوا الحاجز وبيبداوا اطلاق الحجاره والجليد والنار والرياح لكن الحاجز مش بيتكسر. فبيقول لهم ابعدوا وبيستخدم تعويذه قويه اسمها غضب الارض وبيقدر يكسر الحاجز. فبيظهر برام وبيقول لهم اقفوا عندكم ايها الخوارج. فبيمسك كرايكن دمعه غيرنل وبيحطها في جيبه الاول وبيسال برام انت عرفت منين اننا الخوارج؟ فبيلاحظ برام ان كرايكن قوي جدا ومش بيرد على سؤاله. فكرايكن بيامر اتباعه يهجموا عليه فبيراوغ برام طلقات السحر بتاعهم بكل مهاره. وبيلاحظ ان اتباعه عباره عن 2 سيافين و4 سحره ودايرتهم السحريه زي بتاعه رومانتيكا وبيقدر برام يقضي على ساحر منهم. فكرايكن بيطلع جذور من تحت الارض وبيكتفوا بيها وبيستعمل سحر الارض وبيسدد ضربه قويه في بطن برام ومع ذلك بيقدر يقف على رجله. فكرايكن بيقول له حركاتك كويسه بس ناقصك خبره وتجربه. وبيحاول بعدها يكتفه بسلسله مصنوعه من السحر بس برام بيقدر يفلت منها. فبيحاوطوا كرايكن ب3 حيطان وبيقول له مش قلت لك انت ناقصك خبره؟ وبيطلق عليه السحره 3 طلقات. فبتدخل رومانتيكا بسحر الرياح وبتصد طلقاتهم وبعدها بتبدا في الهجوم عليهم. فبيلاحظ كرايكن ان هجماتها دقيقه جدا لكنها مش بتسبب ضرر قوي وبيحمي نفسه بسحر دفاعي عادي هو واتباعه. فطلقات رومانتيكا ملهاش فايده. ولما بيلاحظ عدد الدوائر السحريه والطلقات ودقتها بيفكر ان في كذا شخص بيطلق وبيبدا
فبيبدا برام الهجوم من تاني، فالاتباع بيحموا كرايكن وبيقضي برام على 2 وبيتبقى واحد. وفجاه كرايكن بيكسر الارض من تحتهم وبيقدر برام يفلت بعجوبه. وبيسال كرايكن مش ده كان التابع بتاعك؟ فبيرد عليه عندي منه كتير. فبيتعصب برام وبيهجم عليه تاني بس مش بيعرف يخترق الدرع بتاعه، وبيحاول كرايكن نفسه بالصخور. فبيقوم برام وبيتحرك بسرعه كبيره جدا وبيحاول يكسر الصخور بس مش بيقدر. فبتطلق رومانتيكا طلقات الرياح بتاعها وبيعرف كرايكن مكانها وبيطلق على العمود اللي هي مستخبيه وراه وبيكسره. ولما بتخرج بيستغرب ان هي لوحدها اللي عملت كل ده. فبيسالهم عرفتوا ازاي اني جاي النهارده؟ مين بعتكم؟ فرومانتيكا بتقول له اكيد مش هنجاوبك. فبيهددهم ورومانتيكا بتستفزه، فبيطلق عليها الصخور وبيجري برام بسرعه يكسرها قبل ما توصل لها. فبتجرب تطلق عليه طلقات الرياح تاني بس مش بتاثر فيه، فبترمي في وشه صخره. فبيتعصب وبيحرك الصخور وهي كذلك، فبيتكون دخان بسبب تصادم الصخور. فبيهجم برام ما بين الدخان. وفجاه كرايكن بيكون يد صخريه، فبيتراجع برام بسرعه وبيستعمل كرايكن غضب الارض مره تانيه وبيكسر بيها الارض تحته. وبينجو برام باعجوبه وكرايكن بيهرب تحت الارض. وبيتمشى كرايكن تحت الارض وبيقول المهم ان دمعه الغرنل بقت معايا. فبيظهر ديزر وبيقول له لسه بدري على انك تقول كده. فبيستغرب كرايكن الولد اللي داس له على العيش بيعمل ايه هنا؟ فديزر بيقول له انا جاي اطلب تعويض من العيش اللي انت دوست عليه. فكرايكن بيساله عرفت مكاني ازاي؟ وبيفعل ديزر تعويذه التتبع اللي سابها في ايده لما كان بيقومه على الارض. فبيعرف كرايكن ان كل اللي حصل ده كان بسببه وبيضحك وبيعترف كمان ان ديزر ممتاز وماهر جدا. وبعدين بيتعصب وبيستعمل سحر الارض، فديزر بيعكسه كله وبيكسر الصخور قبل ما توصل له. فبيتصدم كرايكن وديزر بيقول له دلوقتي هطلب منك ترجع اللي انت سرقته. فبيستعمل كرايكن سحر الارض تاني وديزر بيعكسه ويلغيه وبيقول له مفيش فايده. فبيدرك كرايكن ان ديزر بيعكس التعويذ وبيقول له مستحيل، وبيجرب بعدها يزود عدد الدوائر السحريه وديزر بيعكسها كلها بسهوله. وبيقرب ديزر منه فبيطلع كرايكن دمعه الغرنل وبيهدده انه هيدمرها. وبيتصدم ان ديزر بيقول له اكسرها وبينقض ديزر عليه بسرعه. فبيحاول كرايكن يلكمه وقبل ما اللكمه توصل وش ديزر بيقف وبيتحكم في الجاذبيه فبينزل كرايكن على الارض. فبيتصدم كرايكن وبيقول مستحيل حد يستخدم دايره سحر الجاذبيه بالسرعه دي. فديزر بيحرك الحجر السحري عن بعده وبياخده. فبيتفاجئ كرايكن انه بيسحب مانا من الحجر السحري، مع ان المفروض مفيش حد يقدر يستعمل جوهر المانا اللي في الحجر السحري من غير التكنولوجيا بتاعه زود. وبيزود ديزر ضغط الجاذبيه على كرايكن. وفجاه كرايكن بيلمس القناع بتاعه وبيفعله فبيتحول لوحش سحري وبيلكمه لكمه بالطياره بعيد وبيجري وراه بسرعه وبيركله ركله قويه بتكسر بيه الحيط. فكرايكن بيلاقي عصا من النار في رجله فبيشيلها وبيتعصب اكتر وبينقض على ديزر. وبيقدر ديزر يتفادى هجماته لحد ما بيوصل للحيطه وبيلكمه كرايكن. فبينزل ديزر وبيستعمل سحر النار مباشر في بطنه لكنه مش بيأثر فيه. وفجاه بيلاقي قبضه صخريه بتخبط في ظهره. فكرايكن بيقول له انا بقدر استعمل السحر وانا في الهيئه دي كمان، وهسيبك تختار تموت بانهي طريقه، السحر او قبضتي. فبيصد ديزر الصخور وبيلاقي كرايكن وراه فبيتفادى ضربته. وفجاه بيلاقي صخره بترفعه وكرايكن بيصنع السياخ علشان يقع عليها. فبيعكس ديزر السحر وبيلغيه وبينزل واقف على رجله. فبيعمل كرايكن نواه وبيجمع حواليها الصخر. فبيحاول ديزر يعكس السحر بس مش بيقدر عليه وبيمسك كرايكن المطرقه اللي عملها وبينقض عليه. فبيعمل ديزر طبقات من الحواجز وبيحاول كرايكن يخترقها وبيتدمر المكان حواليهم. فبيفتكر كرايكن ان القتال انتهى وانه انتصر وبيضحك بسخريه. وفجاه بيلاقي المطرقه اللي في ايده اتحولت للرماد علشان ديزر عكسها. فبيتصدم وديزر بيقول له كانت تعويذه نادره فخدت وقت علشان اعكسها. وبعدين بيحاول يعكس تعويذه التحول اللي هو عملها علشان يرجعه لهيئته الانسان لكنه بيفشل. فبيستعمل الحجر السحري وبيكون كره ناريه ضخمه وبيطلقها عليه وبينتهي القتال وبيرجع كرايكن لهيئته الطبيعيه. فكرايكن بيساله انت مين بالظبط؟ فبيرد ديزر انا كمان مش عارف بس على الاقل عارف اللي عليا. وبيوصل برام ورومانتيكا وبيفرحوا جدا انه كويس. وبعدها بنلاقي ديزر في المصعد مع المعلمه بريلود وبتساله انت متاكد فعلا ان دي المكافاه اللي انت عايزها بعد انقاذك للحجر السحري؟ فبيقول لها ايوه انا عايز العب مباريات شطرنج مع سيد البرج السحري. وبتسيبه عند باب غرفه سيد البرج زود وبتفتح له الباب وبيدخل ديزر وزود بيرحب بيه. وبيفكر ديزر في ان الراجل ده حاليا وفي المستقبل لا شك انه الساحر الاقوى وانه صديقه اللي ما يتعوضش. وبيطلب زود من ديزر يقعد وبيشكره ديزر انه وفر له وقت علشان يلعب معاه مباراه شطرنج. فزود بيقول له اتمنى تستمتع بالمباراه بس عندي اجتماع بعد 27 دقيقه. وبيساله ديزر في طريقه قوانين معينه عايز تلعب بيها. فديزر بيقول له طريقه ابريل. فبيستغرب زود ان اغلب الناس مش عارفه الطريقه دي. فديزر بيفتكر لما زود بنفسه اللي علمها له وهم في الدماس وبيقول له زود اللي قدامه ليا صديق هو اللي علمها لي. وبعد شويه لعب زود بيقول له انت ماهر. فبيشكره ديزر وبيقترح عليه يتراهنوا والخسران يحقق امنيه للي كسبان. فزود بيقول له مستحيل على طالب عادي يحقق امنيه لشخص زيي. فبيبص ديزر حواليه وبيلاقي احجار سحريه مش متعالجه وبيطلب من زود ياخد واحده ويعالجها قدامه. فبيصدم زود وبيساله انت عملتها ازاي؟ فبيبتسم ديزر وبيقول له نتراهن على الاجابه. فبيوافق زود على الرهان وبيساله انت ايه امنيتك؟ فديزر بيقول له هرد عليك لما اكسب. وعلى بالليل في فيلة فرغمان بتكون ازاز واقفه لوحدها في البلكونه وفي حفله جوه. ففرغمان بيسالها ليه مش بتتفاعلي مع الناس وبيقول لها في اشاعات مزعجه بتتقال بعد ما خسرت في بطوله التصنيف. فبتقول له انا مش مهتمه صحيح اننا خسرنا ومفيش فايده من اخفاء الموضوع او الكذب. فبيتعصب فرغمان جدا وبيقول لها كان المفروض تهزمي ديزر وفريقه كل ده غلطك انت. لو عندك اي شكوى امشي فورا وانسحبي من القمر الازرق. فبتفكر ازت في ان القمر الازرق بيبعدوا عن بعض وعلاقتهم ببعض مش
مش كويسه، على عكس الحزب بتاع ديزر قريب من بعض وبيحبوا بعض. فبترد على فرغمان وبتقول له عندك حق، فعلا فكره كويسه، وبتخلع الدبوس بتاع القمر الازرق وبترميه على الارض وبتمشي. وعلى الناحيه الثانيه بيكون ديزر قاعد مع الحزب بتاعه وبيستمتعوا بقوتهم. فديزر بيقول لهم انتوا اديتوا كويس قوي ضد الخوارج، وفضلكم قدرنا نرجع دمعه ريغرنال. فرومانتيكا بتقول له لا، انا وبرام كنا نملك فرصه قدام الشخص الاخير ولازم نبقى اقوى. فبيقول لها صح. فبرام بيسال باستغراب انت ليه بتحاول تدربنا وتخلينا اقوياء؟ فبيقول لهم بعد 13 يوم هيظهر عالم مظلم وهنتبعت علشان نامنه، والموضوع مش هيكون محاكاه زي اللي الاكاديميه بتعمله. لو فشلنا العالم هيقرب للهلاك وهنموت، وانا مش هسمح ان ده يحصل، مش هسيب حد يموت مهما كان. فبيتوتروا هما الاثنين، ورومانتيكا بتقول له بمعرفتي بيك انا واثقه من الكلام اللي بتقوله واكيد هيحصل، مع انك في الدائره الادنى الا انك قوي جدا لسبب ما، وكان عندك حق لما توقعت حادث برج الساعه بريفيوس ولما قلت ان الخوارج هيجوا يسرقوا الحجر السحري. وبتساله انت مين بجد، وقبل ما يجاوب بتوقفه بسرعه وبتقول له مش لازم تجاوب. فبيستغرب لانها عايزه تعرف. فبتقول له انت فاكر انا قلت ايه لما طلبت مني انضم للحزب بتاعك؟ قلت انا هكشف سرك فاستناني، وعلشان كده مش عايزاك تقول لي. فبيبدا يضايقها ويهددها انه هيقول، فبتسد ودنها. وبرام بيقول له انا مؤمن بيك ومش محتاج اجابه للسؤال ده. وعلى تاني يوم بيرجعوا تاني للتدريب، وديزر بيعلم رومانتيكا تقنيات جديده في السحر علشان تسبب ضرر اكبر. وبرام بيلاقي معلم للسيافه وبيبدا معاه تدريب، وايزست بتروح تقابل ديزر علشان تطلب منه تنضم للحزب بتاعه وبيدربها. وبتعدي الايام وبيستمروا في التدريب كلهم وبيتطوروا بشكل ملحوظ. وبتبدا ايزست تتجاهل حزب القمر الازرق، وديزر بيدرب رومانتيكا على قدره التحمل. وبعد 13 يوم بيتم الاعلان عن حاله طارئه لكل الطلبه عن ظهور عالم مظلم، ولازم كل الطلبه تتوجه لقاعه المؤتمرات. وبيكون ديزر والباقيين جاهزين بزي القتال وعارفين ان ده هيحصل. وبتدخل عليهم ايزست، فرومانتيكا بتقول له عارفه اننا محتاجينها وبتتقبل وجودها المره دي. ومن هنا بيبدا سبب رجوع ديزر للماضي وبيبدا واجبه في انقاذ العالم.